وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست ماركتينج جورو. النهاردة معانا يعني كبير معلمين التسويق، كبير الماركتينج جوروز، دكتور إيهاب مسلم. هو صاحب مقولة الأشهر يغلب الأشطر، بس هو الحقيقة هو الأشهر وهو الأشطر في المجال ده. عايز اقطعك بقى في التعريف يعني بداية جامدة بداية اعترض في اول دقيقة كده. طيب هسكت. فلا حقيقي دكتور إيهاب طبعا مش أنا اللي هتكلم عنه، الماركت ما شاء الله يتكلم عنه. آخر اختراعات دكتور إيهاب هو جهاز كشف الهبد. ده لسه النهاردة حديثا. فاحنا الحلقة دي اتصورت يوم دكتور إيهاب اكتشف جهاز كشف الهبد. فأهلا بيك يا دكتور إيهاب. اهلا بيك، نورتنا يعني الاستوديو النهاردة أكتر نور عدى عليك. ربنا يبارك فيك والله، ده من ذوقك يا دكتور، وانا من زمان نفسي نلتقي يعني. ده شرف لينا يا دكتور، وجميل شرف ان احنا نلتقي وجها لوجه. وتحفظي طبعا على التقديم اللي هو يعني انا هعتبرها مجامله ومبالغه في نفس الوقت، اشكرك عليها. لكن يعني احنا اغلب من الغلب عشان تبقى عارف يعني، بس ما تقولش لحد. بس هو فعلا الاشهر بيغلب الاشطر ولا 100%؟ حضرتك ما رجعتش نفسك في المقوله دي؟ لا هي المقوله ما فيش فيها مراجعه، لان هي وصف، يعني انا ما اخترعتهاش، هي وصف لشيء بيزك في التسويق واساسي في الحياه. لما بتيجي انت تحط قدامك تروح لدكتور مين بيخطر على بالك الاشهر، تشتري براند ايه بيخطر على بالك الاشهر. بس الناس خدتها في اتجاه تاني، فهمت ايه ان انا بقول ان الاشهر يعني كفايه انك تبقى اشهر، يعني ايه ما تهتمش غير بالشهره. وللاسف اللي فهموها كده بدأوا يركزوا على الشهرة وسابوا الشطارة. ما هو القصة دي كانت ايه متاخدة من سياق شرح، انا بشرح العلاقة بين الشهرة والشطارة. الشطارة مهمة، بس لو انت شاطر محدش يعرفك فانت كأنك مش موجود، فمحدش هيتعامل معاك. لكن لو انت مشهور ومش شاطر هتشتغل الشغل بتاعك وشغل الشاطرين يعني هتكوش على كل حاجة. فهي ما فيش فيها تراجع، ولكن هي في تحفظ اللي يفهمها ما ياخدهاش بره السياق لوحدها. يفهم ان الافضل بديل انك تكون اشهر واشطر، اتنين. لو انا اشهر ومش شاطر هبقى هبيد، دي كارثه بقى. ما هو احنا، ما انا عشان كده انا قاعد في حرب مع الهبد واختراع جهاز كشف الهبد اللي انا عملته ده. لان انا لما بقول حاجه الناس يقول لك ايه، طب ما انت بتقول عليه هبيد، ما يمكن انت اللي هبيد. لا، ده انت اللي هبيد، ده انت اللي 60 هبيد. ليه؟ لان كل هبيد يتبعه مهابيد. مهابيد بالالاف. لان الهبيد دايما بيبقى عنده مهارات تواصل عاليه جدا، صحيح، وثقه في النفس فظيعه. اغلبها جايه من جهله. هو دايما كل ما الواحد بيزيد علمه بيتواضع شويه، بيزيد صحيح. جهله بيدي صح. بقى صح. وبعدين يطلع يقول لك ايه، اي علم بقى دلوقتي الموضه الجديده يقول لك ايه، ما دي وجهات نظر، ما العلم اصله متغير. وكان العلم ده متغير يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، انا بقول لهم وجهات نظر دي تقولها لما الحاجه تقول لك تاكل ايه. لكن وجهات نظر تيجي تقول وجهه نظر في الطب، وجهه نظر في الاداره، في الاقتصاد، وتقول ايه، ما اصل ليه ما بتسمحش بالراي المخالف لرايك؟ ما هو الهبيد عندهم شويه ارجيومنتس رهيبه. ان هو اي حاجه تبقى راي، واي حاجه تيجي على باله يبقى ممكن يبقى علم ونظريه. وناس لسه داخلين الشغل امبارح يقول لك اصل الفور بيس ده من 60 سنه، احنا بقى ايه لازم نغير، من غير ما يعرف حتى يمكن ايه هي الفور بيس. بعدين بيغيروا فيها ويقول لك لا هنشيل منها دي وهنشيل من على مزاجهم كده. لا صحيح، دي حقيقه. يعني احنا لسه كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت على فكره ان الناس سابت العلم وبقوا بيعتمدوا على حاجات الريلز. بالظبط. بالظبط. بقى الريلز دلوقتي بقى الناس بقى اللي شاف 3 4 ريلز بقى خلاص بقى عالم، ويجي هو يقوم عامل 3 ريلز هو كمان ويطلع علم هو كمان. والاي اي مساعده يا خبر. ما هو ده فعلا. انا كنت كتبت جمله ان في معرض الكتاب اللي فات اشهر كاتب وانجح كاتب كان الاي اي، لان كل الناس الفت كتب. وكنت قاعد انا مع كذا دار نشر قال لي كميه الكتب اللي بتيجي والروايات اللي مالفها اي اي مش طبيعيه، بقت كتير جدا. غالبا تلاقي صاحب الروايه نفسها ما قراهاش. ايوه، هو بس اشتغل مع الاي اي اصله ما عندوش وقت يكتب، وبالتالي الاي اي كتبها فما عندوش وقت يقرا. المهم بس يتحط اسمه عليها وربك بيكرم بقى، خلاص بيبقى مؤلف. حاجه صعبه. طب في مقوله تانية مشهوره لحضرتك يا دكتور، اللي هي العميل دايما على حق.
ايوه اي عميل ولا في نوعيات معينه؟ لان برضو دي كان عليها خلاف، دي عليها خلافات كتير يعني. ده دي اول جمله يعني انا واجهت، اعتبر نفسي واجهت المجتمع بيها. ما هي دي يمكن اكتر حاجه هي ضربت كتير قبل الاشهر، بس انا كنت بقولها في الكورسات وما كنتش بخرج اقولها لانها بتحتاج برضو شرح وتمهيد وكده. لكن انا اول جمله واجهت بيها الناس على السوشيال ميديا حكايه العميل على حق دي. هي برضو ليها كذا سياق وليها تكمله. اقول لك التكمله الاول وبعدين اقول لك السياق. العميل دايما على حق تكملتها، وخصوصا عندما يكون على باطل. يا خبر ابيض. دي التكمله، دي التكمله المفجعه اللي انا ما كنتش بقولها زمان بس خلاص بقيت بقولها، لان انا دلوقتي بحاول افهم الناس الفكره على بعضها ايه. اولا مين هو العميل اللي هو على حق خصوصا لما يكون على باطل؟ العميل اللي واثق فيك لانك انت وعدته، وبعدين دفع لك فلوس وحس ان هو في مشكله، فاحنا بدأنا نقول له ايه، لا ده اصل نظامنا ده معرفش ايه، اللي هي عارف قبل ما بتبيعوا او قبل ما الشركه ما بتبيع او احنا ما بنبيع كشركات بنبقى عايزين نعمل اي حاجه ونتنطط قدام العميل عشان يشتري. اول ما يشتري ويحصل مشكله ما نردش على التليفون، لا ده اصل ده سوء استخدام اي حاجه بقى. انا بقول خصوصا عندما يكون على باطل. ليه؟ لان العميل حتى لو مش فاهم، ما هو من حقه يبقى مش فاهم، واحنا مش هنبيع للناس اللي فاهمين. طيب واحد مش فاهم وبعدين توقع حاجه وجه بيلومك على اللي في دماغه، يبقى مين اللي غلطان؟ انت برضه، لانك كان لازم تفهمه خصوصا لو حاجه فنيه في البدايه. فهو لو على باطل ما تلومش العميل، لوم نفسك ان انت ما بينتلوش هتديله ايه ومش هتديله ايه. في ساعات احنا في البياعين يخبوا المشاكل صح، ويبالغوا في العيوب. فيجي وهو عارف ان اللي قدامه ايه، هو كده حطه في حته معينه في تخيل معين. وبعدين يجي وقت بقى التنفيذ، عارف حتى الاعتراضات ويقول له لا انا ما قلتلكش، وهو ما قالوش فعلا بس هو تلاعب بدماغه خلاه يمشي في سكه معينه. يعني مثلا على سبيل المثال لما بتيجي انت تشوف اي كتالوج بتوع الديكور بقى بيحبوا يعملوا الحكايه دي، بتوع الفرنتشر مثلا، هو هيبيع فرنتشر فحاطط لك صوره كرسي، بس الكرسي بقى جنبه زرعه واضاءه وبتاع، وبعدين يجي يورد الكرسي يقول له ايه ده مش هو ده اللي في الصوره. ما هو عارف ان هو لاعب في دماغه بانه عامل بيزود الاكسبكتيشنز بالديزاين صح كده. فلازم هو بقى يقول له بس خلي بالك الصوره دي جميله مش حساب الكرسي بس، فيها كذا ده كذا. يعني مره واحد بيقول لي طب ده في واحده كانت بتستلم مني اوضه نوم، قالت لي هي مش هي دي اوضه النوم. ليه؟ اوضه النوم اللي في الكتالوج مفروشه وعليها الحاف وعليها وورق فهو ايه لقت الاوضه ايه ملل على فكره هو ما حدش قال لها انها هيجيب مرتبه، بس هو كان فايت عليه انه لازم يقول لها ان الاوضه دي جميله لان في طبلات على الحيطه وفي زرع وفي اضاءه وما اعرفش ايه، فوتوشوب بقى شغالين الفنانين. فهي الاوضه جميله، لكن اوريكي صوره اوضه احنا بنسلمها ازاي عشان لو ما فيش معرض يعني، لان الاوضه بيبقى شكلها مزري لما جايه بقى ملفوفه كده في ورق، وبعدين تيجي تشوف الورق تلاقي مله وطبعا الشقه تلاقي لسه بتفرش. صحيح. العميل لما يعترض في الحالات اللي زي دي مع حق، فاحنا ما بنقفش للعميل، ما بنفكرش في خطأنا. ايوه بالظبط، نفكر في فكر هو طب ليه ليه بيعمل كده. احنا على طول بيجي في بالنا ايه، تفكير تآمري. وده عايز يخسرنا، واصله ده طالب ياخد فلوسه، واحنا لو احنا فاتحينها علشان ما اعرفش ايه. لا ده اللي يخسرنا يغور، والعميل اللي هو المقرف ولا الواتيفر ده خسارته مكسب. كلها جمل ما اعرفش يعني. انا مش عايز اقول موروثات لان احنا المفروض وارثين حاجات انضف من كده بكتير، بس عن ايه اجدادنا. لكن وارثين عن اجدادنا اللي هو ايه الثقافه دي، الجيل الاخير بقى، واللي هو ايه البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. أيوه. ونظام وخرجت من الباب ما اعرفكش ما يبنيش ولاء للعميل خالص. رغم ان هو بقول لك احنا جذورنا هي بتقول ان احنا نتعامل ازاي بحسن خلق وسماحه، لكن دلوقتي اللي بيتكلموا في دول في الحاجات دي الغرب اللي هم اخذوها مننا. صح. وحتى لما بنيجي نتكلم في خدمه العملاء للاسف بنحط الكلام بتاع الغرب لان هم حولوه بقى لتولز واستراتيجيز لكن لما تيجي تبص احنا ما طورناش من كلامنا، احنا ما طورناش.
فعلشان كده الموضوع العميل، انا مش بقول الكلام ده، انا ما بناصرش العملاء، انا مش حمايه المستهلك. انا يهمني الشركات تكسب، وكل اللي بينفذ الكلام ده مفيش واحد فيهم رجع قال لي ايه انت ضحكت علينا وانا خسرت. مفيش واحد، مفيش استثناء واحد. فانا بقول للناس طيب كويس، اعتبروني بكذب وجرب، ولو خسرت قول لي. لحد دلوقتي مفيش حد قال لي انا خسرت. انا عايز اقول لحضرتك اعتبر الفلوس دي زي ترويج، وشوف العائد بتاعها، وشوف انت بتعمل ايه. على قد ما انت بتتساهل على قد ما هتكسب. صح. انا عايز اقول لحضرتك ان انا في فتره من الفترات كان يعني احنا بنقدم خدمه تسويق للعملاء بتوعنا وايجنسي والكلام ده كله. فكان في فتره كانت في مشاكل كتيره جدا مع العملاء، وكانت النغمه اللي بتتقال من التيم وقتها ان هو العميل مش فاهم العميل. فانا ساعتها انا ده فعليا حصل. انا قعدت ادور وانا احب دايما ايه قبل ما اقول الحل ادور اشوف هل في ناس كتير بتقول ان ده الحل فعلا اللي يتعمل ولا لا. ساعتها جيت اتفرجت على فيديو لحضرتك على اليوتيوب اللي هو كان بتاع العميل دايما على حق ده. قعدت اتفرجت على الفيديو، فبدات اكتب شويه نقط كده. احنا محتاجين نفهم، محتاجين نعمل كذا، محتاجين نعمل كذا. طيب مين اللي هيفهم الكلاينتس؟ فلقيت الاكونت مانجمنت. ساعتها جبت محمد جلال الزكي. فكلمته وهو حبيبي يعني، فكلمته قلت له احنا عايزين ندي تريننج محترم للناس، نكلمهم يفهموا العملاء ازاي. ساعتها جيت دهم تريننج عن البيرسوناليتيز بتاعت العملاء والفروقات بينها، وده تفهمه ازاي وده تفهمه ازاي وده تفهمه ازاي. ده بجد وزن شهرين، وانا حتى دي ريكورد على الواتساب موجود عندي الى الان يعني. وزن شهرين كانت في كلاينت مكلماني ان انا همشي وفي مشاكل وانا والله وزن شهرين قالت لي انا 10 من 10 وانا هجيب لكم عملاء وانا الى الفتره الحاليه. والله انا محتفظ بالريكورد ده بسبب بس الفكره تعديل منطقه التفكير. بدل ما افكر ان العميل غلط، افكر ان الغلط عندي. ايوه، امتلك المشكله. الله ينور عليك. هتلاقي ان انت عندك غلط اكيد على فكره. لان مفيش، ما هو انا بقول للناس اللي بيقول لك لا ده ايه عايزين يخسرونا، لا بلاش غرور. انت مش مهم قوي للدرجه دي عشان الناس تقعد مستقصداك وتنزل من بيتها او تكلمك او تبعت لك اوردر علشان تخسرك. اكيد انت مش مهم للدرجه دي، فتواضع شويه. اللي عامل كده هو بيدور على مصلحته، ما لقاهاش هيتضايق. يعني ما فيش حد يعني انت مين يعني عشان يبقى الناس عايزين يخسروك يعني. بس خليني اسال حضرتك سؤال دلوقتي. مش بقول لك انت شخصيا يعني. لا هو شخصيا. لا عادي. لا انا بتكلم يعني الشخص فيرتشوال، الناس اللي بتسمعنا يعني حبايبنا. احنا دلوقتي لو عايزين نعلم التيم بتاعنا ايا كان اكاونت مانجرز مثلا، عايزين نعلمهم الكونسبت ده، هتلاقي الكورسات او الموجود دلوقتي يا اما واحد مشهور هبيد، يا اما واحد اكاديمي ممل مش نازل على ارض الواقع. مشكله العلم دلوقتي في يعني التفصيله دي، ان انا مش لاقي حاجه متفصله. يا واحد بيكلمني اكاديمي وجيب لي كتب فليب كوتلر وتعالى وشوفوا الفور بيز، مش عملي. انا كاكاونت مانجر هعمل ايه بالفور بيز وهعمل صح؟ يا اما هروح اجيب واحد هبيد يقول لك سيبك بقى من الكلام ده كله، تعالى ما اقول لك بقى واقطع لك وقص تعالى بقى اما نظفر ايدينا بقى ونشتغل مع بعض. بالظبط كده. صح كلامك مظبوط. هو ده اللي عمل الهبيد. خلينا نكون صراحه. أيوة. اللي خلق وجود الهبيد ان الاكاديميين مش نازلين على الارض، وان مفيش حد منهم يتنازل عن قدراته وامكانياته وعلمه الرهيب في انه يمد ايده ويشتغل قص ولا صح. أيوة. ولا حاجه مختلفه؟ انا معاك 100%. لا انا معاك 100%. وهقول لحضرتك هو الموضوع ببساطه سببه ايه. دلوقتي انا درست، اتخيل انا درست بيزنس. انا طبعا انا بدات بيزنس من غير ما ادرس، بس انا في كليه بيزنس وتفوقت. بيبقى مصيري ايه لو افترضنا يعني بقيت معيد؟ صح مظبوط. ما انزلش السوق خالص. معيد ورايا اشرح للطلبه واخد ماجستير. ما انزلش السوق. وبعد شويه بقيت مدرس مساعد، خدت ماجستير بقى. بعد كده ورايا اعمل دكتوراه. فانا بقعد اعمل ابحاث وبيقعدوا يعذبوا فيا الاساتذه ويبعتوني اشتري لهم الخضار من السوق علشان ينجحوني في الدكتوراه والحاجات دي. صح. فانا بنزل السوق اشتري خضار، مش بنزل السوق اطبق اللي بتعلمه. بنزل كشماشرجي يعني. صح. انا على فكره انا عايز اقول لك حاجه في الطب يعني اللي هو النواب مش هنتكلم على الامتياز. النواب بيتعاملوا كده يعني، هو زي عساكر المراسله. بس الطب مختلف ايه؟ ان اللي تتعلمه بتعمله في المستشفى، بتعمله مع العيانين.
لكن اللي انت بتعمله في الكليه وانت بتشرح للطلبه غير الايه، غير انك تطبقه بقى في السوق. صح، كبزنس نوليدج يعني. تماما، لان الحاجات اللي بتبدو في شرحها في ساعات سهله بتيجي تطبقها بتلاقيها صعبه جدا تطبيقها. فاللي ما طبقش مش هيعرف ينقل لك خبرته، يقول لك خلي بالك دي الحته دي صعبه، ولما تيجي تعملها ممكن تلاقي مشكله في الحته دي. ولو لقيت المشكله دي غالبا هيبقى المشكله دي موجوده. الكلام ده مش موجود في الكتب يعني. دي بتيجي بقى من الخبره. فهو في ديفايد، يعني في انقسام ما بين اللي في السوق واللي ايه في العلم. طيب امتى ممكن اللي هم في العلم دول يحتكوا بالسوق؟ بعد ما ياخد دكتوراه ويقدم شويه يبدا يدي كورسات فيسمع من الناس بيطبقوا ازاي. بس برضه مش بيطبق بايده غالبا. بس مش بيطبق بايده. يبدا يشتغل في الاستشارات، يبدا يحتك بالسوق شويه. يعني انا عارف حد مثلا واخد دكتوراه في البيزنس وبيدي كورسات كان قال انا بطلت ادي كورسات ليه؟ هو واخد دكتوراه من كذا سنه. قال لي بقى مستوى الطلبه اللي بيجوا لي بيسالوا اسئله وايدهم في الشغل اشطر مني وفاهمين اللي انا بحافظه وبيعملوه احسن مني. فانا حسيت كاني بخدعهم، لان مع ان هو كان اول دفعته في الجامعه اكاديميا، هو اكاديميا بيرفكت. قال لي بس انا بتكلم عن حاجات في الايه، كأن انا في المعمل وبكلم ناس في السوق وبقول لهم يتعملوا ازاي. هو انا مين عشان اقول لهم تتعمل ازاي؟ انا ما اعرفش بصراحه، انا عمري ما عملتها. عشان كده فتوقف خالص وعمل بيزنس تاني. يعني انا احترمته، عمل بيزنس تاني تماما. كتير محترم. فده ايه بس هو اللي بيحصل بقى. انا لما ببدا ادي كورسات بيحصل المشكله، ما بيتكشفش الهبيد ليه. انا على فكره انا عشان موضوع الهبد ده شغل دماغي من كذا سنه، وقاعد بحاول اشوف ازاي ممكن يكتشف وازاي نحاصر الظاهره دي. طلع يعني تقريبا في شبه استحاله، ملهاش حل غير انك عشان تكتشف الهبيد انه يكون بيتكلم في حاجه انت اتعلمتها وفاهم فيها، هتعرف ان هو غلطان. لكن لو جه واحد بيتكلم بقى وايه بادي لانجوج وكده في حاجه احنا ما نعرفهاش، احنا الاثنين وسمعناه هنسمع له والله ده الراجل بيقول كلام مظبوط. ليه؟ لانه بيستف الكذب، يعني كذب مستف يعني. لكن لو هو حد قاعد فاهم لا هيكتشفه. فانا دلوقتي لسه ما فهمتش حاجه في الشيء اللي انا رايح اخد كورس فيه ده، او بسمع ريلز فانا بنبهر. ليه؟ ما انا ما اعرفش حاجه. صح. ما هو بقى لما نيجي نبص على المربعات المجتمع، في واحد لسه مبتدئ ولا هو مشهور ولا شاطر، فمين اللي بيجذبه عشان يعلمه اكتر يروح يتعلم له؟ الشاطر مشهور بالظبط. ما بيدورش على الشاطر، بيشوف المشهور. وبعد ما يوسخ ايده اكتر بقى في السوق ممكن يكتشف بعد شويه الاشهر والاشطر. يعني ما في ناس كتير خدت كورسات يقول لك ده انا بعد ما فهمت اول كورس اللي انا كنت مدي للراجل 100 من 100 ده اتضح ان هو ما كانش يستاهل اكتر من 30 بالظبط. طيب هل معنى كده هيتكشف؟ لا، ما هيفضل في ناس طول الوقت مش عارفين وبيدوا له 100%. طبعا. فانت هي ظاهره مجتمعيه معقده. انا بقول سببها في النهايه، ويمكن ده سبب اكل عيشنا، في كارثه ان التعليم بيطلع مخرج ضعيف جدا. حتى تعليم الاداره اللي هو المفروض يطلع ناس، يعني كليه التجاره بتطلع ناس ما يفهموش حاجه في البيزنس تقريبا. يعني انا بكلمك على العربي المين ستريم اللي هم كل كليه تلاقي فيها الدفعه 10000 ولا بتاع، يعني حظ واحد فيهم حلو لو جاله استاذ نقل له خبرات وبتاع، وبيقعدوا يلخصوا ملخصات ويكتبوا الكلام اللي هم مش فاهمينه في الامتحان ويتخرجوا. وبعدين يبدا بقى بعد ما يخلص يقول لك انا هشتغل بقى ايه. ما يعرفش ينزل السوق، يقولوا له لا سيبك بقى اللي اتعلمته ده خالص، تعالى بقى اما نعلمك. صح. ده في كل المهن. بس هي في نقطه بس هقولها من واقع تجربتي. يعني انا في البدايه خالص جاي من هندسه، عاجبني التسويق، رحت اتفرجت على فيديوهات وحاجات، لقيت كلام اكاديمي جدا موجود. بعدين رحت قلت لا انا كفايه كده، جمعت شويه ماتيريال هبدا اطبق. اللي فاد الواحد فعليا ايه، ان انا كنت اول كورس خدته بدات ان انا اطبق فيه. بعد كده انا بقيت اي ماتيريال باخدها او كتاب بقراه هو انا عارف ان هو نظري، او كتاب جاي بتاع حد في امريكا، حد في لندن، حد في اي دوله تانية، فهو مدي اصلا امثله بعيده كل البعد عن المنتجات بتاعتنا. بس وانا بقرا او وانا بتعلم فبلاقي ان في حاجه ممكن تطبق حالا، انا اقدر اطبقها على الشغل بتاعي حالا. النقطه اللي عملت لي ترانسفورميشن في الشغل بتاعي فعليا ان انا كنت بقوم قافل
اقوم اطبق وبعدين ارجع اكمل. واللي اتفاجئت بيه ان اغلب الناس ما فيش تطبيق بسبب ده. ما فيش تطبيق بالظبط. انا اقول لك انا كنت وقعت في الخرافه دي فتره، لان انا فعلا كنت بدرس الحاجات واجي اطبقها الاقيها صعبه، فاقول ايه الظاهر احنا بنضيع وقتنا والكلام الكتب بس كلام الكتب ما يطبقش. طبعا ده طلع غلط جدا. طبعا. بس انا بعد ما فهمت بقى القصه دي هي شبه ايه، كل الاداره علوم تطبيقيه طبعا. لان من غير تطبيق ملهاش قيمه. يعني مفيش حاجه اسمها تسويق انك تقعد تفهم تسويق كده وتقعد تشرحه، يعني انت تفهمه وتشرحه من غير ما يبقى انت ايدك في السوق، لا ما ينفعش. هي شبه العلوم دي شبه ايه، كأن انا بدي الواحد عمره ما ساعة عربية ورقة مكتوب فيها ازاي تسوق عربية، كتالوج. هي ملخص. ما على فكرة سواقة العربية لما تيجي اقول لك انت بتسوق عربية ازاي وخدت منك وكتبت 3-4 سطور. طيب خد ال3-4 سطور دول بقى وروح سوق عربية، مش سهلة. طيب بيحصل ايه بقى؟ بييجوا يقولوا كلام الكتب نظري، هو اللي انت اديتهوني ال3 سطور هو فعلا بيتساق بيهم العربية. وده مش نظري، مفيش علم اداري نظري اطلاقا. التسويق ده يعني السوق، تمام. المحاسبه والماليه يعني الفلوس في الشركه. الموارد البشريه تتعامل مع الناس. مفيش حاجه نظري. بس هي انت لو ما حدش جنبك وانت بتطبق، او ما مشيتش خطوه خطوه في التطبيق، صح، زي ما واحد جنبك وانت بتسوق هتلاقيها صعبه جدا من ابسط حاجه. يعني انا فاكر وانا بدرس كان بدايات الصدمات اللي صدمتها الراجل بيشرح لنا سوات. انا بالنسبه لي سوات دي كان وانا بفهمها حاجه كابوس صعبه جدا. ايه 4 مربعات وصعبه. وبعدين عملنا سوات، قال لك كل واحد يعمل سوات على شركته. عملت سوات، قال لي ده الموضوع ده ايه انت لازم تعيده. يعني تقريبا ايه الراجل يعني ما رضيش يشتمني يعني. قال ده كلام فارغ اللي انت عامله ده. فاتصدمت وانا فاكر ان انا مجاوب صح. بس انا عشان كنت عندي اصرار، وبعدين خلفيه الدراسه العلميه انت عارف برضو لما انت بتبقى خلفيه هندسه او طب اللي هي الناتشرال ساينسز، انك عارف ان العلم ده هيتعمل وان هو صعب وان تطبيق يعني انت ايدك بس وقته ايدك في الحته عندك دي. الحته بتاعت هتتعمل ما هي بتتعمل، بس كل ان انت مش عارف تعملها. ما ينفعش تيجي ايه تشك في الرياضيات انك مش عارف تحل المساله. لا، هي الرياضيات صح، انت مش عارف حل بقى. للاسف بقى معظم الوقت بينشروا محتوى عن معظم العلوم. يعني وانا اذكر الدكتور الله يرحمه اللي عمل الطيبات. اي حد مش فاهم في الطب يجي يقول لك ايه، طب ما هو الطب بيتغير. هو مش فاهم في الطب حاجه، بس هو مقتنع وعجبه الكلام ان نظام ايه، كل بسبوسه واشرب سجاير يعني حاجات، فكلام شكله جميل. طب ما مين عارف هو الكلام الطبي يعني جه منين؟ ما هو من كلام ناس. وبعدين فكأن عارف بقى الارجيومنت بتاعت ان العلم ده حاجه كده مهلبيه كل واحد يطبخها بمزاج. دول انا شايف ان ده عرض ان الناس مش فاهمه يعني ايه علم اصلا. فبيسمعوا اي حاجه ويطبقوا اي حاجه. لكن احنا علشان يعني برضو الواحد خارج جاي من خلفيه علميه، فقعدت والا كنت انا زهقت وقلت لا خلاص واقعد شغال. لان انا مشيت عكس الاتجاه. يعني انا الاتجاه اللي بقول لك عليه دارس بيزنس فبقى معيد فبقى دكتور. الناس فاكره ان انا دكتور في البيزنس. لا، انا دكتور طبيب. عملت شركه من غير ما افهم اي حاجه. عملت كل الكوارث اللي بقول للناس عليها. بدات اتعلم واطبق، وبقالي 40 سنه بعمل الحكايه دي ولسه بتعلم وبطبق. فانا عارف الكوارث اللي في السوق وعارف التطبيق غلط ازاي. وكل اللي انا بقوله للناس ان هو ايه انا غلط، اللي انا بقوله غلط وتساهل في المرتجعات وبتاع. لا، انا ما كنتش بتساهل ولا حاجه. واقعد اقول يعني ايه، ما هو الواحد لما يبقى ما عندوش في دماغه حاجه بيستند لحاجات تانية طبعا. يعني في دراسات الامراض النفسيه في 10% عندهم امراض نفسيه ومنهم 2% خطر على المجتمع. فانا كنت بقول للناس اللي معايا في الشركه انا هفقد 2% من العملاء مش مهم يروحوا في داهيه، دول مجانين دول. فخلاص كان اي حد يعمل مشكله انا بقوم حاطه في ال 2%. زي ما دلوقتي اي حد بيعمل مشكله يقول لك ايه ده ايه يعني خسرته مكسب. انا كان من حسن حظي بقى، يمكن هو ده اللي فارق شويه. انا احتكيت باثنين وطلعوا الاثنين دول هم استثناء في العالم العربي في السنين اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. منهم دكتور طلعت اسعد ربنا يديله الصحه، ما زال يعني راجل ونشيط وبيشرف على رسائل وكده. هو صاحب مقوله بالنسبه لها العميل على حق، يعني دي تتوارى خجلا.
يقول لك شتايم العميل موسيقى هادئه. امتى الكلام ده بقى؟ كان بيقوله لنا في اوائل التسعينات، اللي هي كل اللي يفط في ايه، البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل. ثقافه كانت رهيبه. احنا احسن شويه طبعا. وعكس الطيار كانوا 2 بس بقول لك في كل العالم العربي، والاتنين دول انا سبحان الله عدوا عليا كانستراكتورز. ومع الدكتور زهير ثابت استاذ تسويق في عين شمس. كان الدكتور زهير انا حضرت معاه وصدمني لما انا بقول له يا دكتور ده في ناس مختلين ومجانين. قال لي هو انت دلوقتي النسب المئويه دي جايبها منين؟ قلت له انا دارسينها في السايكاتري. قال لي خلاص لما تيجي تفتح عياده امراض نفسيه استخدم النسب دي. انت في السوق استخدم الكلام السوق اللي بينجح الناس اللي في السوق، اللي هو ايه؟ العميل على حق. يعني العميل اللي غلطان هو على فكره هو اللي الجمله دي مرجعها هو العميل على حق. وقعد شرح لنا بطريقه دراميه وانا بشرحها بنفس الطريقه في الكورس. بقول لهم الجمله دي اتلغت. هو كتبها على السبوره كده على البورد وقال لك ايه الجمله دي اتلغت لانها بتعمل مشاكل. قولوا لي ايه المشاكل اللي حصلت بينكم وبين العملاء لما العميل جاي لك مقتنع انه على حق. فكلنا بقى قعدنا نقول بقى دي محاضره علاج نفسي. دي محاضره فالناس بتطلع تفضفض. اقول لهم تمام، اقعد اكتب المشاكل. طيب ايه المشكله حلتها ازاي؟ دي حلتها ازاي؟ طيب بسبب المشاكل دي الجمله دي اتغيرت بقت ايه عشان ما نقعش في المشاكل دي. هو على حق خصوصا عندما يكون على باطل. تعالوا بقى نحل المشاكل دي. حاجه كده بكلمه دي هتقفل اي نقاشات ممكن تحصل. خلاص بقى ولا احنا عارفين ان هو على باطل. انا اول مره سمعتها، انت فكرك انا خدتها كده وقلت له الله عليك يا استاذ. لا ده انا تمردت. انا كنت قائد التمرد في الكورس واعمل له قلق واطلع في البريك اقول لهم الكلام ده مش هيركب. ده دلوقتي حاجه بتدرسها يا خبر بدرسها. ده بقت عقيده لان هو تحداني. ده هو انا اتغيرت خلال الشهر بتاع الكورس. لانه لما جاب رجلينا كلنا قعدنا نحكي حواديت عن دكاتره عن ناس اتعاملوا معانا. انا كنت بشتغل في الاجهزه الطبيه، حكيت عن دكتور كذاب وكان بيفضحني في السوق اللي هو نظام بقى ايه جايين يخسرونا المؤامره دي. برضه انا كنت عايش في دور ان انا انسان عظيم وفي ناس بتقعد تتامر عليا ومؤامرات الكونيه دي. فحكيت قصه ان هو خد مننا جهاز وبعدين ما كلمناش وراح يشتكى لشركه تانية الجهاز ده عطلان وما رضوش يصلحوه لي. قصه خرافيه ما حصلتش خالص يعني كذب. وبعدين قال لي طب وبعدين حصل ايه يعني؟ قلت له ما هو بقى من سوء حظه راح لواحد صاحبي، فصاحبي ده كلمني وهو عنده. فقلت له فسالت الناس قالوا لي لا ما حدش جه. قلت له طب هات اكلمه. كلمته قطعته وهزقته. قال لي طب والجهاز؟ قلت له انا ما اعرفش بقى عنه حاجه بس انا انتقمت منه. ما انت بقى هم دول بقى اللي انت حضرتك بتقول عليهم اللي هم بيسيئوا استخدام حقهم. قال لي طيب تمام. قعدنا كلنا نشرح. هو قام جاي لي ايهاب تعالى الراجل اللي انت هزقته اعتذر له، تدور عليه وتتصل بيه وتعتذر له. قلت له طب ده بيكذب. قال لي عادي، هو انت مش هنبيع للكذابين ولا ايه؟ انا بكلمك وانا في العشرينات بقى وايه في الحماسه لسه. قلت له نبيع لهم ليه؟ قال لي هو احنا هنسيبهم ولا نبيع لهم؟ وقال لي المثال اللي انا بقوله دلوقتي. قال لي انت حط جهاز كشف الكذب اللي انا عملتها كشف الهبد دلوقتي. حط جهاز كشف الكذب ده عندك في الشركه. اي حد هيدخل طيب واحد داخل لك بشنطه فلوس، جهاز نور وقال لك اتفضل وهيشتري، هتبيع له ولا مش هتبيع له؟ بيع له. طيب جه عمل مشكله انه كذاب. طب ما انت عارف انه كذاب، هتعمل ايه؟ خلاص هتتعامل معاه. ما هو كذبه ممكن يضرك صح. بس احنا مش هننقي. لان ببساطه لما تيجي تقول احنا في مجتمع اصل ده موسوس مش هبيع له، ده شكاك، ده كذاب، ده عصبي، ده عاملني ما اعرفش هتبيع لمين. عايز واحد مش بني ادم. بالظبط. عايز واحد متفصل على ما تحبه. أيوة مش هتلاقيه. مش هتلاقيه. طب لو عايز الخص يعني ايه ماركتينج في وجهة نظر دكتور ايهاب؟ وات از ماركتينج؟ والله هو بص، انا لو جيت الخص ممكن التلخيص يبقى مخل شويه. هو الناس فاهمه ان الماركتينج دلوقتي هو ديجيتال ماركتينج، وواخدين حتى من الديجيتال ماركتينج هو الكونتنت، ومن الكونتنت هو الريلز والادفرتايز والميديا باينج. ايوه بالظبط. دي بقى حته من الماركتينج. لكن يعني الماركتينج اهل العلم ومن ضمنهم كوتلر اللي هو دلوقتي بقى يعني بتلوكوا الالسنه. الراجل ده هو نشر علم التسويق في العالم كله يعني. ف يعني تخيل لما انت مثلا تقرا بوست الصبح كده يقول لك كوتلر نصاب. طب هو عمل لك كوتلر نصاب ده يعني نصاب ليه؟ عشان عشان بيروج الخرافات التسويق اللي هي مش التسويق يعني. فهو الراجل بيقول
التسويق المفروض يبدا قبل بدايه الشركه، التسويق الصح، وبيبدا قبل وجود المنتج والخدمه، انك تفهم سوقك الاول، تفهم عميلك عايز ايه، وتروح تعمل له حاجه هو عايزها تقدر تعملها افضل من المنافسين. ايه العلاقه الثلاثيه دي؟ احنا نأدي للعميل حاجه هو محتاجها وتحل له مشكله فعلا افضل من المنافسين. دي احنا كده عملنا ايه؟ صناعه القيمه. لما نعملها، ما هو العميل ده يمثل شريحه، لان السوق احنا بنقسمه شرايح، هو شبه ناس تانية كتير. المفروض بقى نبلغ الناس التانية دي ان احنا في عندنا الحاجه اللي تناسبهم. تمام؟ الناس دي احنا بنعمل معاهم تواصل وترويج وكده. هنا ممكن يجي المحتوى والريلز والكلام ده. اقتنعوا، وجات ناس سألت لقت انها مناسبة، انه الوعد اللي وعدناه هم اقتنعوا بيه. المفروض نفي بالوعد، هناخد منهم فلوس ونفي بوعدنا. تمام؟ يعني هو التسويق 3 كلمات بيلف حوالين الفاليو، القيمة، صناعة القيمة، والترويج ليها اللي هي creating communicating and delivering value. هو ده التسويق، مش مش الكوميونيكيشن بس. الكوميونيكيشن على فكرة جزء، مش كله اعلانات. طبعا الاعلانات ده جزء من الكوميونيكيشن، جزء منه البيرسونال سيلينج. يعني في شركات هو ده كان ما بتعملش حاجه على السوشيال ميديا خالص، يعني بي تو بي، وبيبيعوا مكن لمصانع وبتاع، بيروح يقعد مع الناس ويبيع لهم. ده كوميونيكيشن طبعا. ومن ضمن الكوميونيكيشن ان العميل اللي اتعامل معاك ولقاك وفيت بالوعد يبدا هو يتكلم عنك، انك كانك بتتواصل مع العميل الجديد عن طريق عميل قديم. ده كوميونيكيشن، ما فيش فيه سوشيال ميديا ولا كونتنت ولا محتوى، وده اصدق. مع ان في ناس دلوقتي بقى يقول لك اليو جي سي واليوزر جنريتور كونتنت، وللاسف بقى طريقه للتزييف. طبعا كلها ممارسات غير اخلاقيه. تجميع مجموعه من شهود الزور، وعملنا عملنا اي جي سي، شركه شهود زور مع بعض. يعني المفروض بيقفوا قدام المحكمه زمان، عملوا شركه والله انا لسه شايف في الشارك تانكس بيتكلموا بجرأة وبيعرضوا عليهم كانوا فلوس وبتاع، ان هو احنا اي حد بعون الله معانا 1000 واحد مجندين يطلعوا يكتبوا عن اي حد ان هو عظيم وريفيوهات وبتاع. كلام فارغ، يعني ممارسات غير اخلاقيه وغير دينيه، لان هي كذب في الاخر. يعني حضرتك بتقول ان اساس التسويق القيمه. ايوه، كرييتنج الاول، وهو ده الصعب على فكره. صح. لان انت عشان تكريت فاليو انت محتاج تعمل حاجات كمان قبلها. لازم تفهم الماركت. مش احنا قلنا احسن من المنافسين؟ مين المنافسين؟ هيجي يقول لك هو انا هفهم المنافسين قبل ما اشتغل. ما هو ده التسويق، ده لازم. من الاودينس بتاعي. وطب افهم السوق ازاي وانا لسه بره السوق؟ خلاص، ما هو عشان كده بيخسروا، بيدخلوا السوق يقول لك زي ما الناس دي فاتحه هنشتغل. مي تو خدونا معاكم. يعني ويروح يشوف واحد بقى له 20 سنه صح مولود في البتاع ويقول لك انا هبقى زيه. طبعا كلام فارغ. فهو الاصعب انك انت تكريت الفاليو، كرييتنج، وبعدين كوميونيكيتنج اند ديليفرينج فاليو. عايز تكمل بقى التعريف؟ عشان يبقى ادق لازم تحدد مين التارجت ماركت بتاعك، لان اكيد مش كل السوق، لان هو كلمه سوق دي كلمه عامه. انت اكيد حاجتك مناسبه للناس ومش مناسبه للناس، والذكاء انك تعرف انت مش مناسب لمين عشان ما تجيش يعني توعد ناس مش مناسبين. يعني الذكاء ان انا اقول لا لبعض. ايوه، ده الاستراتيجيه. يعني الناس بتقولها بوصف ذكي شويه. الاستراتيجيه ممكن تلخصها انت مش هتعمل ايه ومش هتبيع لمين. مش العكس. مش هي طبعا العكس الاساس، بس هي فلسفتها بقى لما تتعمق فيها بعد ما تشتغل وتلاقي يحصل لك مشاكل كتير. اللي قال الجمله دي على فكره قايله في السوق. ليه؟ حصل مشاكل كتير وقلبنا كلنا كده، احنا الراجل ده هو مش مناسب، بس بعون الله هتمشي. يحصل مشكله والمنتج مش مناسب، طب ما نمشيه، يحصل مشاكل. وفي فتبدا تكتشف ان البيزكس الاساسيات دي بالزبط. اللي هي عميل مستهدف، ولازم تكسب فلوس في الاخر. يعني عشان نبقى كملنا التعريف: creating, communicating and delivering value to target market at profit. هو ده الماركتينج. يعني لو جالي ماركتير بيقول لي انا ماليش دعوه بالتارجت والبروفيت، لا ده خلينا بقى نقول حاجه. الشغلانه دي بقى بيقوم بيها ناس كتير. الماركتينج بقى علشان انت تجيب حد ماركتينج شاب هيساعدك في حته، هو ممكن يبقى مسؤول عن حته. لكن لو شركه كبيره شويه وفيها مدير تسويق تحتيه ناس بيعملوا كل الكلام ده، مدير التسويق لازم يبقى مسؤول عن كل ده. اوكي. في الشركات الصغيره ممكن يبقى مسؤول عن جزئيه بس. ممكن يبقى صاحب الشركه ماسك حاجات، لانه مثلا
التسعير ده فيه شويه هبد بيحصل فيه، يقول لك التسعير ما هو بتوع التسويق ما بيسعروش. سيبكم اللي بيحصل في السوق. انا ممكن ابقى صاحب الشركه وانا اللي بعمل كل حاجه، والحاج انا اللي معايا الفلوس مثلا. هو في حاجه اسمها ان الحسابات ما فيهاش الخزنه، يقول لك اصل احنا عندنا مدير الحسابات مش ماسك الخزنه مع الحاج. طب ما هي مش مهم مين اللي بيعمل ايه، هو ده التسويق. الحاج ممكن يعمل كل حاجه، الشركه ممكن يبقى فيها 2-3 بيعملوا كل حاجه. فهو ممكن يبقى واخد شويه حاجات، لان في قرارات استراتيجيه في التسويق طبعا. انك انت ايه المنتج وهتبيعه، ما هي الفاليو دي بتتفك في 5 حاجات بالتحديد. على فكره القصه اصلا محكومه، العلم صلب جدا لا يحتمل التاويل ولا يحتمل الهبد، بس للاسف الصوره مش واضحه. عشان تعمل قيمه في اي سوق 5 كلمات لازم تفكر فيهم: المنتج والخدمه والبراند والسعر والخصومات او الحوافز. لو انت شغال في منتجات ملموسه ممكن يبقى معاها خدمه الضمان او خدمه التوصيل او خدمه ما بعد البيع او خدمه ما بعد البيع. لو انت مش عندك منتجات وخدمه بس، خلاص يبقى مفيش منتج، يبقى خدمه، يبقى منتجك هو الخدمه. عندك 4 يبقى هو بس. هي دي اصل دي اخر تعديل اتعمل بقاله 4-5 سنين. ده التطوير بتاع الفور بيز. لان كان البرودكت في اول 3، البرودكت والسيرفيس والبراند كانوا جوه البرودكت، اتفكوا في 3. وبعد كده البرايس لسه زي ما هو. وبعدين البروموشن كان فيها الانسنتيفز وفيها الكوميونيكيشن. خدنا الانسنتيف دخل في الفاليو كرييشن، والكوميونيكيشن في الكوميونيكيشن خلاص زي ما هي. طيب هنعمل الفاليو من 5 حاجات دي بس، واحنا بنعملها لازم نقوم شايفين عميلنا عايز ايه، اي بقى برودكت باي مواصفات واي سيرفيس. منافسينا بيعملوا الكلام ده ازاي للشريحه دي، احنا نقدر نعمل ايه. ما نروحش نحاول ندي ميزه ما نقدرش نعملها والعميل مش عايزها والمنافس شد مننا. هي الصعوبه بقى في الحته دي. لما نيجي نعمل فاليو لازم نحط الحاجات دي قدامنا على الترابيزه. وكمان في نقطه تبين لنا قصه ان اهميه دراسه الاودينس اللي انت بتستهدفه. وده مثال قدامنا كلنا، في شركات بتبقى ناجحه جدا في مناطق معينه، اول ما يتوسع لمنطقه تانية خلاص فشل ذريع والشركه بتديكلاين وبيقفل ابوابه يعني. طبعا. فهي حته السيجمنت دي، كون ان انت فوكسد عليها ومركز عليها، صحيح. انت هتروح لنفس السيجمنت دي بس في مناطق تانية، مش هتروح لاي سيجمنت. ما هو من ضمن مواصفات السيجمنت لما نيجي نوصف السيجمنت بنوصفها برضو بشويه حاجات. اولها المكان، صح. لان عميل المدن غير الارياف بالظبط. عميل المصري غير العميل مثلا الليبي غير السعودي. جغرافي ليها اعتبار. وبعدين سكاني، الرجاله غير الستات، مستوى التعليم، مستوى الدخل، المستوى الاجتماعي، شرائح العمل والمواصفه النفسيه بتاعتهم بالزبط. والسلوكيه. واحد مثلا بيستخدم الحاجات كتير بيسموها هيفي يوزر او يعني فيها حاجات كتير. فانت بتشوف السيجمنت بمواصفاتها، مش تيجي تقول مثلا انا هستهدف مصر دي ما فيها 100 مليون في المية. هستهدف النساء ما ينفعش، او الاطفال، او ما ينفعش، لازم مواصفه ادق. لا وكمان الموضوع بيتعمق، وده كان استاذ احمد خليفه اتكلم فيها، انا فاكر في تريننج حضرته معاه. انت بتوصل لمرحله الديسيشن ميكر، اللي هو مين في الاخر. ممكن يكون انت بتبيع للست بس هو اللي بياخد الديسيشن، او العكس بالظبط. هو غالبا العكس على فكره. وكمان ما دام في ست في البيعه غالبا هي اللي بتخلص. وكمان بس يعني ممكن ما تقولش. لا ما عادي بنعدي يعني بتدي للراجل وضعه هو بس هو هي لو يعني مشيت كده بعيد شويه فخلاص هو بيزحلقك بالظبط. وكمان الموضوع كدراسه بيتعمق اكتر، ان انت ايه الكلمات اللي انت تقولها وانت بتبيع للكاستمر بتاعك، وايه اللي ما تقولوش، علشان خاطر الديسيشن نفسه وقت ما يتاخد ايه الفاليوز اللي هو يبدا يكمبير بيها وهكذا. دي مهارات بقى البيع اللي هو جزء من التسويق. انت لما تمشي ورا السلسله دي creating communicating وdelivering value بتلاقي في الكرييشن هتلاقي مثلا انت عشان تخيل مثلا شركه ملابس، جزء من القيمه المورد هنجيب الخامه منين. يعني الموضوع التسويق ده لازم يبقى متدخل في كل الحاجات دي. التسويق مش المحتوى، مش المحتوى واعلانات، لا. وطيب الديزاين او ده جزء من الفاليو، الفاشن والالوان والحاجات دي. وبعدين التشطيب والتصنيع، ممكن ده يبقى عندنا وممكن تصنيع بره.
احنا المفروض بنوعد وعد نتاكد بقى ان بتوع الاوبريشنز بينفذوا الكلام ده. وبعدين البيع الشخصي، لما انا هبيع مثلا B2B اللي بينزل يتكلم مع المحلات او مع تجار الجمله، ده بيعمل ايه؟ كوميونيكيتنج. طبعا. طيب عمل الديل، جات عربيه هتنقل البضاعه للراجل في ميعاده وتستلم الفلوس، ده الدليفرنج، ما هو ده جزء من التسويق. فهو هتلاقي التسويق بيرسم استراتيجيه ولازم يبقى مسنود على كل الناس اللي في الشركه والشركه سنداه، ويتابع بقى يعني يتابع اداء لان كل الشركه هدفها ايه؟ نعمل قيمه. هي كل هدف الشركه هو التسويق على فكره. لان الشركه من غير ما تعمل فاليو للعملاء وتاخد منهم فلوس وتكسب، الشركه فاشله. بنجيب بقى موظفين ندربهم عشان يعملوا الكلام ده. HR بيساعدوا التسويق، والفاينانس بيساعد التسويق. عشان كده بورتر مثلا لما جه يوصف عمل حاجه اسمها فاليو تشين. الفاليو تشين دي سلسله ليها 5 حلقات ورا بعض، مش محتاجه نهبد ولا نفكر. على فكره احنا بنحب قوي نعيد اختراع العجله، والعجله مخترعينها الناس وماشيين بيها وخلاص. قال لك ان الفاليو تشين دي بتبدا من الانباوند لوجيستكس، هتجيب مواد خام لو رجعنا لمحلات موضوع الملابس، وبعدين الاوبريشنز والبروسيسنج، والاوت باوند لوجيستكس جايه بقى بالتخزين ونوصل للانباوند لوجيستكس لو بالعربي اللي هي تحريك المواد الخام او جلب المواد الخام الاول، وبعدين التصنيع، يعني بجيب الموارد وبعدين بصنع، ايوه، وبعدين بنقل بوزع، وبعدين تاني بتوزع، والتسويق والخدمه وخدمه ما بعد البيع او خدمه التوصيل. 5 بيسلموا بعض. طبعا. ودول بيسموهم الكور فانكشنز. الباقيين كلهم بيخدموا عليهم، اللي هم السبورتنج فانكشنز. HR والفاينانس بيسبورتوا الكلام ده، لان الكور ده هو اللي احنا عاملينه عشان ندي فاليو والفلوس تدخل. فالفاينانس والHR والليجل والIT والكلام ده بيخدم على الموضوع ده. طيب احنا كل ال5 دول هدفهم نوصل فاليو للعميل. الماركتنج موجوده واحده منهم، بس لو انا وعدتك انا كماركتنج وقلت انا هنعمل الفاليو الفلانيه، جم بتوع الانتاج وفروا في الخامات، يبقى العميل مش هيبقى راضي. دي مين اللي هيقيسها؟ بتاع التسويق. بس الجذور فين؟ في الانتاج، في الاوبريشن، واخد بالك؟ هو تيم لازم يبقى شغال، والماركتنج دي والكاستمر سنترستي دي لازم تبقى ثقافه الشركه ككل. لسه كنت اقول لحضرتك هوليستيك كونسبت، يعني ايوه، مبدا عام بالظبط، ايمان، عقيده عند الشركه، مش مجرد من واحد بتاع تسويق. من الشرح اللي حضرتك شرحته دلوقتي جاب لي سؤال: كم في المية بقى من المسوقين في مصر ماشيين صح في وجهه نظر حضرتك؟ اقول لك لو انا قلت 0% يبقى بخدمهم، يعني بجاملهم. يعني الكامبينز اللي بتطلع في رمضان والزيت اللي بنعملها طب حلو جدا. لا احنا جامدين قوي في الكرياتيفيتي. لا انا اقول لك، لا اصلا انا السيجمنت بتاعتي اللي بقدم لها خدماتي في التوعيه السمول والميديوم بزنس، دول في وضع وفي مكان وعايزين مستوى ونوعيه من الخدمه مختلفه تماما عن الشركات اللي بتعمل اعلان في رمضان. ما فيش شركه سمول عندها ميزانيه تعمل اعلانات في رمضان في التلفزيون ولا اوت دور ولا الكلام ده. دي بتبقى بتدخل بقى في شريحه الشركات الكبيره، وبعدين في ريجنال بقى وفي مالتي ناشونال. لا دول شغالين زي الكتاب، وما ينفعش توصل للمستوى ده من النجاح والنمو الا لما وانت عندك مدير التسويق بيقول لك التسويق رساله وملوش دعوه بالتسعير، وان المنتج ملوش دعوه بالتسويق. يعني الهبده دي توقع اي شركه، يعني مستحيل يجيبوا ده اساسا. يعني ده لو جه في الانترفيو هيبقى نكته. تمام صح. طيب المشكله فين؟ وانا بقول لك 0% ليه؟ لان انا من علاقتي بالاستشارات وكل استشاراتي في الشريحه الصغيره والمتوسطه دايما بيبقوا لما يبقى عايز مدير تسويق بيبقى هو نفسه كصاحب شركه بيدور على ايه؟ ديجيتال ماركتنج. ودايما اللي يقول لك انا بتاع تسويق تقول له بتعمل ايه؟ ديجيتال ماركتنج. انا وميديا باينج وسوشيال ميديا وبتاع كونتنت. فهو ده اللي في السوق الناس فاكره ان ده التسويق. طيب مين بقى اللي بيفكر في التسويق التفكير اللي هو الصوره المتكامله الكبيره الاستراتيجيك ده؟ انا الحقيقه يعني انا علشان بقى لي فتره بدي كورس استراتيجيك ماركتنج وحضروا معايا اعداد كبيره، ودايما بسالهم سؤال: انتوا في اي مستوى من اللي احنا شرحناه؟ لان احنا بنشرح بنقول ايه؟ في مستويات نضوج في التسويق. اللي بيدخلين السوق جديد بيبقى فاهمين ان الماركتنج هو البرايس،
يبدا شويه يقول لك ايه نحسن المنتج برودكت، يقولوا له اعلانات يقول لك لا طب ما نصرف الاعلانات على المنتجات اللي هي الهبدايه المنتشره دي، فيطلع سلمه. وبعدين يقول لك طب ما نجرب الاعلانات، طب ما يلا براندنج، طب لا ده ايه ده استراتيجيك. هم 5 سلالم، اخر واحده الاستراتيجيك. تقريبا ما فيش حد من السمول والميديوم، وناس بيبيعوا على فكره بمئات الملايين وقد يكون بمليارات، اعلى حد فيهم بيوصل للمستوى الرابع اللي هو ايه عامل حاجات كتير في التسويق، بس ان يبقى في تفكير بقى لمم الحاجات دي مع بعضها. مايسترو بتاع المحتوى شغال تبع المايسترو ده، بتاع التسعير، بتاع خدمه ما بعد البيع، بتاع البيع كله على نفس النغمه، كله على نفس النغمه. هو كمان اعتقد صفر، اعتقد انها صفر يعني. خلينا نحطها 1% يعني. اعتقد ان المرحله الرابعه اللي حضرتك اتكلمت فيها حته ان هو البراندنج او ان هو يبقى براند نيم كويس، حتى دي هي ممكن بيوصل لها بمرور الوقت وان هو موجود في السوق. ايوه، في جزء فعلا كبير انا بشوفهم كده. وفي نقطه كمان اعتقد اللي موصله لنا لده، او ودي هترجعنا لحته النظري او الاكاديمي والتطبيقي. دي الكونسبت اللي حضرتك اتكلمت فيه كتير، اللي هو الصح والمناسب. هو الساينس بيديك الصح. احنا زي ما دكتور ايهاب قال مثلا الفاليو تشين، احنا عندنا 5 حاجات، فالخمس حاجات دول اكيد الصح ان انت توصل ل 100% في ال5 حاجات، بس ممكن يبقى المناسب ليك في الوضع الحالي ان انت توصل مثلا ل 100% في خدمه ما بعد البيع، علشان خاطر تحافظ على عدد كبير من الكاستمرز فتبدا تكبر. فلما انت تكون عارف باقي الامور اللي موجوده في الفاليو تشين دي، لما يبقى معاك امكانيه الانفستمنت فانت هتنفست فيه الحاجه الصح، فانت معاك الصوره الكامله. لو انا مش عارف ايه الصح مش هعرف اتدرج واوصل للماتيوريتي. ما هي بقى حكايه الصح دي خلي بالك. تعالى بقى نتكلم 2 بتوع تسويق فاهمين تسويق وشطار ومذاكرين من نفس الكتاب كوتلر، وقاعدين عايزين ياخدوا قرار تسويق في شركه. ممكن تلاقي الخلاف بينهم سائغ ومقبول جدا. ليه؟ طبعا. لان المرجعيه واحده. موجود في الكتاب ان انت ممكن تتميز بانك تبقى سعر قليل، او موجود في الكتاب برضو انك تبقى متميز بحاجه تانية زي الجوده زي وموجود في الكتاب انك انت ممكن يبقى عندك خدمات كتير او منتجات كتير او ايه تبقى قليله. دي بدايل، وفي شركات بتنجح كده وكده وكده. هي بقى المشكله الكبيره فين؟ امشي في انهي بديل؟ انك بالظبط اللي هو المناسب والصح، لان ايه الصح كتير. صح. لما انت تيجي تقول ايه مش هننجح، او الشركات اللي بتنجح كلها اللي بتبيع غالي بس، غلط. والشركات لازم ترخص عشان تبيع، غلط. طيب ايه الصح؟ مفيش صح لكل حاجه بالظبط. هو بقى وهي دي المشكله او المعضله اللي هم مش فاهمينها بتوع البيزنس والتسويق. هو قاعد مع واحد على القهوه بالليل قال له انت اسعارك قليله قوي، لازم ترفعها عشان تكسب، يعلي ما يبيعش. واحد تاني يقولوا له ايه ده انت اسعارك، اخبار البيع عندك ايه؟ لا انت عايز تبيع اكتر، ينزل كسر الدنيا، يخسر بلاك فرايداي ويبيع وبتاع، وبعدين يجي يبص يلاقي ايه ما جابش مصاريفه. طيب يبقى القصه لازم تبقى بتبص لها من فوق الاول، ما بين عشان كده بورتر بيقول لك الاستراتيجيه هي ايه؟ deliberate choices، اختيارات مدروسه. صح. تدرس ايه وضعك كشركه، منافسين، السوق وبتاع، وبعدين تقوم عامل الاختيارات دي. لو انت درست صح وحللت صح هتلاقي مفيش قدامك اختيارات كتير على فكره يعني. يعني مستحيل يبقى في شركه قدامها اختيار انها تبيع مثلا ايه غالي جدا او تبيع رخيص. لا، هتلاقي هي ظروفها وامكانياتها وشريحتها وكده هتاخد الاتجاه ده، اتجاه معين. يبقى لما احنا هندرس هتلاقي في اختيارات محدده. لكن ان احنا نقعد بقى نقول كل الاختيارات مفتوحه، لا. طيب افرض جينا اختيارات محدده وقلنا احنا هنتميز بالجوده وهنروح للشريحه دي. جه واحد معانا حسن النيه حسبها كده، قال لك ايه ده بيجيبوا خامات غاليه وبتاع، ده انا ايه نكسب الشركه اكتر، تعالى اما نقلل شويه في ايه نجيب خامات ارخص شويه. محدش ياخد باله. بيكتشف ان العملاء دول اللي هم دافعين فلوس كتير بياخدوا بالهم، بيتضايقوا، سمعته بتبوظ. حتى لو رجع يشتري الخامات الغاليه تاني الشركه ممكن تفشل بسبب ان هو خرج عن الايه الاوركسترا، او خرج عن المنظومه الاستراتيجيه. بقى نشاز كده لوحده، هو فاكر انه على فكره صح. ما هو للاسف حسن النيه هو معظم الاخطاء اللي بتقفل الشركات بتعمل بحسن النيه، بيبقى نفسه يكبر. فيجي مثلا بتقابلني كتير جدا
احنا الحمد لله ربنا كرمنا ونجحنا، فتحنا فروع كتير، اتدمرنا. حسن نيه، ما هو بيقول لك انا عايز اكبر زي الشركات اللي كبرت. قام واخد قرار انه هينمو بس بمعدل اسرع شويه، وراح بقى زي ما حضرتك بتقول، راح لشرايح هو مش فاهمها ومش دارسها قوي. لان انت عارف، انت لو فاتح في القاهره وهتفتح في اسكندريه تقريبا في اي نشاط هتلاقيك لازم تعدل حاجات طبعا. من الناس مش فاكره كده، يقول لك ما دام ده اتباع يبقى ده هيتباع، ما دام احنا هنا اشتغلنا يبقى هنا اشتغلنا. ما حدش بيركز في كلمه السوق ودراسه السوق. فهو باستمرار بيبقى في قدامك قرارات، في قرارات غلط وقرارات صح، بس مش دي المعضله. المعضله في صح وفي اصح. ايوه، في وسط الصح تختار ايه؟ لان في حاجات كتير قوي صح. ما هو على فكره ما فيش حاجه تقول ان غلط انك انت ترفع سعرك 20% او تعمل خصم 50%، وده صح وده صح، بس في واحد منهم هيضيعك. صح، لازم تدرس بالظبط، وتشوف بالظبط الامور وتبقى متسقه، وهي دي الاستراتيجيه. قال لك تشويسز، ديليبريت تشويس، اختيارات مدروسه. انا في اول الكورس الناس بيفهموا يقول لك ايه، طب خلاص هي ما دام اختيارات انا هختار كذا، خلاص كويس. ففي الاول في الاول اقول خلاص تمام، بس لما ندرس الاول وبيبقى في كيس قدامهم، بنقعد ندرس ايه رايكم، بنحط اختيارات قدامنا. اصل بورتر في الاخر محدد اختيارات كده، عامل ماتريكس حاطط لك 4 مربعات، وقال لك احذر ما تبقاش في واحد من ال4 دول، واحذر ترقص على السلم. بيقول لك ستاك ان ذا ميدل، انك تبقى واحد ما بين ال4. اكيد حضرتك عارفهم، اللي هو بورتر التشويسز. كلهم بلا استثناء بيجمعوا ان احنا ملناش غير المربع ده. طيب يبقى اذا الاختيارات لما المدروسه دي معناها ايه؟ ندرس عشان نوصل للاختيار الصح. الصوره دي بتبقى غايبه عن الناس، وفاكرين ان القصه مدخلين بقى فيها ان هو لا ده نظري، ده علم. وبعدين بيستخدموا في ساعات مقولات فيها من الدين بشكل فيه دروشه شويه. يقول لك اصلها ارزاق. ما هي الارزاق محتاجه اخذ بالاسباب، ما هي سبع على الله، ما هي كلها ارزاق، احنا متوكلين على ربنا، بنرزق عشان رواتب الناس. على فكره دايما عندنا التعليقات دي في عده شركات، واحد يقول لك اعمل ايه عشان احسن، يقول لك مهما تعمل رزقك مكتوب لك. طب يعني ايه؟ احنا امرنا بالتخطيط. كل الدنيا اللي الناس اللي بيتكلموا في الاداره ده يقول لك كل ده ارميه في الزباله. حتى الدين امرنا بالتخطيط طبعا، ده امرنا بالاخذ بالاسباب بقى في كل حاجه. ده التخطيط والتنفيذ والمتابعه وكل دي موجوده في الجميل زي ما حضرتك قلت. هي اختيارات مدروسه. انا فاكر وانا بقرا مره في حته الليدرشيب والمدير التنفيذي المفروض يكون بيعمل ايه ومش عارف، فلقيت جمله كده جميله قوي، قال لك ان هو بياخد ريسك. طب ايه الريسك؟ قال لك كالكوليتد ريسكس. يعني مش اي ريسك يلا ننط خلاص. لا يعني ما التعامل مع الريسك برضه ناس يقول لك لا لازم قلبك جامد خش، وبعدين ما تحسبلهاش، سبها انت هتفول علينا وتقعد تقول لنا خساره وبتاع مع ربنا. ما هو دروشه بقى دروشه. تيجي تقول له لا نحسب، يقول لك لا هو الناس شغاله اهو زي الفل. واحد يقول لك كل دي على فكره الجمل اتقالت لي. انا شفت جمله برضو في عياده الشركات، كنت قاعد بشوف الناس بتقول ايه، لقيت في واحد قال له انت شركتك مش محتاجه اعلانات. فهل حضرتك متخيل ان ممكن تكون نصيحه؟ لا طبعا مستحيل. هل في شركه ممكن تنجح من غير اعلانات؟ هو الاعلان شكل من اشكال الترويج، والاجابه مستحيل شركه تنجح من غير ترويج. ممكن تبقى الشكل التقليدي للاعلانات، مثلا الناس يجي لك اعلانات، يعني اعلانات فيسبوك، لا انا ممكن اعمل اعلانات بشكل تاني. ممكن اعمل ترويج من غير اعلانات، بس اعمل ترويج يعني زي ما قلنا مثلا سيمنز مثلا لما بتيجي تبيع محطات كهرباء هتعمل اعلانات على السوشيال ميديا وهتجيب كونتنت كريتور. طيب بيعملوا ايه؟ بيكلموا رئيس المعرفش الحكومه، يكلم المعرفش مين دوله ايه وتدخل، وبعدين يقعدوا في ميتنج مع وزير الطاقه في كذا ويمضوا العقد. ده على فكره ترويج. اوكي، لازم يتعمل. تعالى بقى نتكلم على مستوى شركاتنا. هو معظم شركاتنا الصغيره والكبيره عايزين الناس تعرفنا. يجي واحد يقول لك هو ليه الشركات المعروفه دي بتعمل اعلانات؟ ما احنا عارفينها. احنا مش كفايه ان الشركه تبقى عارفه، ده انا عايزك الشركه بتاعتك لما يذكر اسامي ناس في نشاطك يذكر اسمك اول واحد، في ارتباط عاطفي. لا خلي بالك الترتيب كمان، الترتيب طبعا. الخريطه وترتيب اول واحد ده ما ينفعش تبقى انت اول واحد غير لما تبقى طول الوقت بتفكر نفس الناس بيك. لان انت لو قعدت اول واحد فتره وبعدين جيت قلت احنا شغالين اهو زي الفل والناس عارفاني، بقى نبدا
ممكن بعد شويه تبقى تاني واحد، هتقعد شغال مش هتحس بفرق. تالت واحد، لو خرجت من اول 3 لشريحتك، خلي بالك شريحتك دي ممكن تبقى شارع، ممكن تبقى مدينه. لو خرجت من اول 3 انت شغلك هيتاثر جدا، لان حتى عقلنا كبشر لما بنيجي نفكر في بدايل ما بيجيبش اكتر من 3. صح. هي خلاص انت خرجت من دول، ما حدش هيفتكرك. مع السلامه. ليه بيبقى في شركتين نازلين السوق تقريبا مع بعض؟ وده برضو من الاسئله اللي على عائله الشركات. نزلوا السوق مع بعض، بداوا مع بعض، صارفين تقريبا نفس البادجت، واحده بتكمل وتتطور والتانيه بتقفل. يعني انا شفت في البلاك فرايداي شركات طارت وكسبت، والناس قفلت من كبار يعني في اسواق معينه. شيء عجيب جدا. طب ايه اللي يخلي بقى شركتين بنفس المواصفات تقريبا دي تفتح وتكمل وتتطور ودي تقفل؟ اقول لك بقى الامور بتمشي ازاي. انت لما تيجي تحلل هتلاقي الشركه اللي نجحت عملت حاجات موجوده في الكتب اللي هي في العلم زي ما قلنا، حتى لو هو اللي ماسكها ما بيعرفش يقرا ويكتب. يعني لما يجي مثلا يقول لك ايه، ده الحاج محمود العربي. ما هو الحاج محمود العربي لما تيجي تقرا قصته وهو موجوده في كتاب بديع، يعني انصح الناس يقروه عشان ما يجيش يقول لك ايه اصل الحاج محمود ما درسش. طب اعمل زي ما كان الحاج محمود بيعمل وهو طفل سايب بلده وعنده 9 سنين. ان تخيل ايه، طفل عنده 9 سنين الناس بتيجي المحل عشان الراجل عشان بيريحهم. ليه؟ قال لك انا كنت خارج من كتاب القريه وذاكر اسم الشيخ بتاعه، علمنا ان اهم حاجه في الدين ان احنا نتعامل مع الناس كويس. فكان صاحب المحل اللي هو شغال عنده بيعامل الناس وحش، فهو ايه يريح الناس ويبتسم في وشهم، فكبر على كده اللي هي بنقول دلوقتي خدمه العملاء والاخلاق والكلام ده. انا شفت حاجه كاتب ان لو اتعلمنا الدين مش محتاج اتعلم خدمه حسن الخلق يغنيك عن دراسه خدمه العملاء. ولو ان برضو الناس بتتخانق تخيل واحنا بنتكلم عن حسن الخلق في خلاف على الموضوع. لا المفروض مفيش خلاف. هل ده خلاف؟ لا في خلاف. اقول لك الخلاف يقول لك ايه، احنا اخلاقنا كويسه مع الكويس، مع الوحش بنديله على دماغه. هل ده ارجمنت مقبوله؟ لا طبعا. ده هو حسن الخلق لا يسمى حسن الخلق غير مع الانسان سيء الخلق. والا هو انت ايه الفضل ليك لما تبقى حسن الخلق مع واحد حسن الخلق؟ انت ما عملتش حاجه. يعني شايف ان ده من اسباب ان الشركه ممكن تقفل؟ هو اسباب كتير قوي عشان احنا ما نقدرش نبسطها. لكن هقول لك الجامع بينها ايه؟ حسن الاداره واسلوب يعني الاداره. عقليه المدير طبعا بتاثر على الكيان كله. ده هي كل الكيان. هو اللي بيحرك الناس وهو اللي بيبقى بياخد قرارات ممكن بالفطره. في الخواجات بيقول لك ان في حاجه اسمها كومن سنس. معظم انا بقول للناس في مصر لو عايز تنجح اشتغل بالكومن سنس والبداهه، بس تبقى فطرتك سويه. يعني مش عايز تدرس اداره ما تدرسش، بس ايه حكم كده ايه فطرتك السويه في اي موقف. هتلاقي الموظف نعمله ازاي هتعامله كويس اكيد. العميل نعمله ازاي كويس اكيد. طب هل نكذب؟ لا اكيد لا طبعا. اساسيات. طيب نحسب الفلوس ولا نسيبها بالبركه؟ لا اكيد نحسب الفلوس، مفيش حاجه اسمها بالبركه. تمام. هتلاقي اللي هي انا كتبت بوست عن ان سوق مصر من ضمن ميزاته واللي خرج بره مصر واشتغل. سوق مصر اولا تكلفه الدخول ليه قليله، حجم السوق كبير، المنافسين كلهم ساذجين. ما هو على فكره لو المنافسين شرسين وانت اشتغلت بالبديهيات الاساسيات مش هتعرف تاكل عيش جنبهم. روح شوف كده، اشتغل بالاساسيات في السعوديه مع السلامه، في دبي مع السلامه، في اوروبا يعني في امريكا في اي حته ما فيش حاجه اسمها الاساسيات. ليه الاساسيات؟ ان انت تعامل الناس كويس وعندك بتاع وما تكذبش وبتاع. ده انت لو عملت عكس كده هتدخل السجن. فانت الاساسيات ملهاش قيمه. لكن هنا ليها قيمه لان المنافسين ساذجين، ما فيش حد عارف حقوق العملاء، مش حد عارف حقوق الموظفين، معتبرين ان الكذب ده من ايه يعني يقول ده يعني من ضروريات البيزنس. ده كان في واحد بيقول لي انا كنت كل يوم الصبح استغفر وانا رايح على الكذب اللي هكذبه، وانا راجع مروح البيت ايه استغفر ربنا من الكذب اللي كذبته. لا حول ولا قوه. كذب ايه؟ بيحلف كذب. بس الراجل ده يعني تحديدا هو له قصه نجاح ظريفه. هو متربي على فرشه في العتبه. دي ثقافه العتبه. ما هو ده سوق العتبه اللي هم اللي بيكبروا فيه ويبداوا عايزين يعملوا بيزنس صح ويبداوا يشوفوا العلم وبيقول ايه، يكتشفوا ان هو في حاجات غلط كتير جدا كانوا بيعملوها.
وان النجاح مش محتاج نكذب خالص، ده بالعكس، ده الكذب بدايه الفشل، لانك هتفقد يعني السمعه. طبعا. السمعه دي اللي هي ايه؟ البراند. هو الاجانب بيقولوا بيسموها لنا البراند، هي السمعه. لو انت سمعتك انسان امين، انا افضل اتعامل معاك وادفع لك فلوس اكتر وما اسالش وراك، لان انا مطمن. خلاص ابني بقى السمعه دي سهله، مش صعبه على فكره. طب هتيجي تقول لي طب ما كان كل حد عمل كده. ما هو من حظنا الحلو ان الحمد لله مش كل حد. الحمد لله كل الناس فاكرين ان القصه ايه؟ فهلوه فهلوه واخبط واجري ايوه. يا حضرتك بتنصح اي شركه داخله سوق جديد او قديم نلتزم بالفطره السليمه والاخلاق وطبعا العلم ده العلم هتلاقي العلم. ما هو لو التزم بالفطره، انا بقول ما تسيبش العلم، هتلاقيك بتعمل الحاجات اللي في العلم في الاساسيات اول سلمه. ولما تخش هتكمل وبعد كده وكمل. يعني انت لان ما هو في جدليه ايه، نتعلم وبعدين نشتغل، ولا نشتغل ولا نتعلم؟ لا، انت اتعلم واشتغل وابدا مفركش وتعلم وانت شغال وظبط وانت شغال. خلي ادرس السوق اللي انت داخل فيه واعرف هو محتاج منك ايه في البدايه. الموضوع محتاج منك خبره في المجال بتاعك، اساسيات الاداره، خبره اداريه. محتاج منك تمويل حسب النشاط، وفي انشطه تمويلها قليل في بعض الخدمات خصوصا. محتاج منك وقت، وبعد كده محتاج منك ايه؟ تعامل مع المخاطره، انك ما تاخدش ايه بصدرك، وان يبقى عندك فطره في القرارات، فطره سويه في انك وانت بتاخد قرارات في البدايه. ابدا كده وادرس وظبط نفسك بقى وانت شغال. فانت عندك على الاقل حاجه تاخد من المعمل وتطبق في السوق، يعني تاخد من الكتاب وتطبق في السوق. انا شخصيا بدات كده، وطبعا اكتشفت ان انا عملت اخطاء كتير، وقعدت اظبط. يعني مش لازم يعني انت هتقعد تدرس، فالدراسه ملهاش نهايه. لازم دراسه وخبره وتجربه وتعلم من التجربه. بالتوازي كله مع بعض عشان يبقى عندك معادلتك. ايوه. بس حضرتك قلت يعني كنت متاكد ان النجاح او قمه النجاح ان الواحد يبقى التسويق عنده استراتيجي، وانه يكون مفهوم عام للشركه كلها. بس ما زال بتلاقي شركات كبيره جواها كونفليكتس، تلاقي الماركتنج بيتخانق مع السيلز، مع ان يا جماعه انتم المفروض انتوا الاثنين حاجه واحده، وبيقعدوا يرموا المشاكل على بعض ويخطفوا النجاح من بعض. ليه في اشتباك؟ يعني انا ما بقاش فاهم هو ليه الاثنين دول مشتبكين. هل مفيش الاستراتيجيه اللي كنا بنتكلم عليها ولا؟ هو انا اقول لك، هو احيانا بيبقى في جوه الشركه انواع من الصراعات الصحيه في صالح الشركه صحيه. وفي صراعات بتبقى غير صحيه. يعني ده حتى ده كان موضوع كتاب واحده في هارفارد منزلاه. بتقول ايه؟ لما احنا يبقى بيننا وبين بعض، يعني انا مثلا بتاع تسويق وحضرتك بتاع عمليه، وانا باجي اقول لك انا عايزين فلوس عشان هنعمل كذا، وانت تيجي تقول لي لا ده كتير، وانا اقول لك لا اوديك تبرير، وانت تقعد تناقشني، احنا كده يبدو وكاننا في صراع. ده بتقول لك ده صحي جدا طالما احنا بنختلف في الاراء، لكن محتفظين بان احنا الاثنين لينا توجه واحد. انت كلامك عشان الشركه تنجح، وانا كلامي عشان الشركه تنجح. مظبوط. مش ان انا بقى بعلم عليك وانت بتعرفش ايه، وانا بزرك في ايه، وانا بكشفك في بتاع. لا، هو ده. لو تحول هذا الصراع الى صراع اشخاص، بتسميها هي ريليشن شيب كونفليكت، ده بيدمر الشركه نفسه يعني. خلاص. ليه؟ انا الراجل ده بالنسبه لي مش مقبول، حتى لو قال كلام صح، لا انا هقول له لا غلط. فيبقى احنا بقينا بنشتغل ايه؟ حاجات شخصيه. مش مهم بقى الشركه بتروح في داهيه. احيانا بيحصل حاجه شبه كده ما بين بتوع جوه قسم التسويق وما بين التسويق والبيع. لو احنا احنا لما بنيجي نحط ايه، وما بين حتى مدير البيع والبياعين، البياع نفسه ايه؟ عايز يسعر رخيص عشان يعرف يبيع. بتاع التسويق له حسبه واستراتيجيه، فممكن يكون مسعر غالي، فيقعدوا ايه كويس. ده صراع على المهام وصراع عليه. ده حاجه كويس صحيه. البياع بيضغط عليهم عشان يتحركوا، وهم عايزين ياخدوا مرتب عالي وما ياخدوش عمولات. كل بياع نفسه يقول لك اديني مرتب، ليه؟ عشان ما يتحركش. طيب ما هو هنا في كده تعارض مصلحه ما بين مدير البيع او ما بين الشركه والبياع. صحي. لما يجي مثلا ايه بتاع الكونتنت او جرافيك ديزاينر عايز يبقى له بصمه كده، قام عامل حاجه خارجه عن الرساله اللي احنا بنقولها، حط الوان تانية مش الوان البراندنج،
يجي المفروض بتاع السوشيال ميديا او الماركتينج يقول له لا ده كده ايه مش مظبوط، ده كلام صحي، ويفهمه ويشرح له ليه. طول ما احنا في اطار ان احنا لينا هدف واحد، كون ان احنا نختلف ده شيء جميل. ولكن النقطة اغلب ثقافتنا احنا في شعوب المنطقة بتاعتنا بنشخصن الحاجات للاسف. يقول لك ايه، طلبت منه فلوس عشان الشركة، قال لي لا تولع بقى الشركة، خليهم بقى ما نشوف هيعملوا ايه. ويقعد يراهن على ان الشركة هتفشل. ليه؟ ما هو ما خدش الفلوس. فيقعد يعمل حاجات يخلي ان هو قسم التسويق يفشل علشان يروح يقول لهم ما هو فلان ما انا قلت له ما انا عشان قلت له العدو فده اسوأ انواع الصراعات اللي بتبقى جوه الشركه، اللي هو انا براهن انا رايي صح حتى لو الشركه ولعت، بس انا اطلع صح في الاخر. طبعا الثقافه دي لو اتوجدت جوه الشركه دي من اصعب الحاجات على فكره هتتعالج. لانها بتبقى معديه، واي واحد بيجي جديد بيبقى زيهم. هو يعني تكملة على كلام حضرتك، كان في ارتكل نازله في هارفارد اعتقد، كان اسمها Ending War Between Marketing and Sales، انهاء الحرب بين التسويق والبيع. فكانوا بيتكلموا على النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها دي، وكمان حاطين شويه حاجات زي ان يكون في انتجريشن او تكامل بين الدور التسويقي والدور البيعي، ما يبقاش الاثنين قاعدين في جزر منفصله عن بعض. بالظبط. لان بتاع الماركتنج هو بيطلع الماركتنج مسج، وبتاع السيلز هو بيعمل عمليه بيرسوناليزيشن للماركتنج مسج دي على حسب الكاستمر اللي هو رايح يتكلم معاه. فطبعا الانتجريشن ده بيحل مشكله من المشاكل اللي ممكن تكون سبب في الموضوع يعني. ما هو جزء من حسن الاداره اداره هذا النوع من الصراعات الصحيه. يعني بتوع الكواليتي في الشركه هم دورهم مش ان هم يعلموا على بتوع الانتاج، لا، يطلعوا لو في عيوب في الانتاج قبل ما تنزل السوق، عشان احنا كشركه عايزين سمعتنا تبقى كويس. لو بتوع الانتاج شافوا ان بتوع الجوده دول ان هم مقرفين وعارفينهم وهم اللي بيخلين شكلهم وحش، ازاي نعرف نعمل جوده قليله من غير ما ياخدوا بالهم؟ يعني هو ده. وعلى فكره ده بيحصل كتير. صح. هو ده الصراع اللي بيدمر الشركه. طب لو هنروح احد الصراعات الصحيه، المفروض ان هو صحي، انا افترض ان هو صحي. ايوه. الصراع اللي بين الاداره الماليه والتسويق في جزئيه التسعير بالذات، دي دايما عامله مشاكل في شركات كتير. هل التسعير ده كوست وبنبني من تكلفه وهكذا فتبقى في الاداره الماليه، ولا هو دراسه سوق ومنافسين واشوف نفسي عايز اوصل لاني استراتيجي فيبقى تبع التسويق؟ خناقه صحيه كده. هو دي خناقه صحيه، ولازم نبقى فاهمين ان التسعير قرار معقد. هو التسعير علشان برضو الحته بتاعت القرار مين اللي بياخده. هو التسعير جزء من القيمه طبعا، ولازم يتعمل، والعميل في ذهننا. ما دام العميل في ذهننا يبقى التسويق يا اما هو اللي ياخده، يا اما يبقى له يعني سي او كلمه الابر هاند قويه او اليد العليا. ايوه. طيب ليه بقى ما يجي بتاع التسويق؟ هل التسويق صح يتجاهل التكلفه؟ لا، ما ينفعش. هو التسعير معمول لمين؟ للعميل، ومعمول لنا كشركه عشان نكسب. فلازم نبقى عارفين التكلفه، ولازم نبقى عارفين الشريحه بتاعتنا تقدر تدفع قد ايه، ولازم نبقى عارفين كمان قيمه البراند، لان البراند بيعمل حاجه بتفرق جدا في السعر. حاجه اسمها willingness to pay. انا لما الواحد يبقى سمعته كويسه بنبقى ممكن ندفع له اعلى. صح. يعني ليه مثلا ايفون بيعمل الموبايل اغلى موبايل في العالم؟ لان الناس العملاء بتوع ايفون عندهم هذا willingness to pay، اللي هو قابليه الدفع في البراند ده. طب هم ما يكسبوش ليه؟ لازم يكسبوا. وبيزود كمان الويلينجنس تو باي، ان هو ايه، لما اجي اشتري عايز اشتري ايفون، ولما اجي اشتري ايفون قبل اشتري غالي. فهو فاليو برايسنج اللي هي الحته دي، ان هو تسعير بالقيمه وتسعير طبعا ما يتفصلوش عن بعض. ما فيش حاجه اسمها ايه، هل نسعر بالتكلفه ولا بالعملاء؟ يعني بنعمل الاثنين. بنعمل اربعه. لا هيقولهم لي بقى الاربعه. اول حاجه التكلفه بتاعتنا، والتكلفه لازم تبقى محسوبه كويس، وهنا ده دور المالي ويقعد معانا يشرح لنا التكلفه المباشره وغير المباشره. ممتاز. احسب التكاليف. لازم نحسب التكليف يعني كويس جدا. دور الاداره الماليه تديه لنا لو احنا هنسعر او نقعد مع بعض. ما هو في الاخر في
قرار التسعير عاده لازم يعني يحصل على موافقه الاداره العليا اللي فينا احنا الاثنين. ممتاز. يبقى اول حاجه التكلفه، هتجيب التكلفه. تاني حاجه السوق والمنافسين اللي هم المباشرين اللي شبهنا بيروحوا لنفس العملاء بيدوا نفس الخدمات. ممتاز. ونعرف متوسط اسعار السوق. متوسط اسعار السوق اللي هو ايه؟ السوق مثلا المنافسين المباشرين بتوعنا 4-5 اسعارهم كذا وكذا وكذا، يعني الايه اقل سعر واعلى سعر. بس لازم ناخد في الاعتبار حصة كل واحد في السوق. يعني افرض احنا لينا منافسين مثلا، بس في منافس قوي جدا سعره غالي، ده بياخد المتوسط لفوق، لان هو الموضوع ويتد افريج مش افريج بس. لو هو منافس قوي جدا بس سعره تحت، ده بياخد الويتد افريج تحت. فاحنا ما ناخدش متوسط حسابي ل4 منافسين ونقسم على 4. لازم نشوف الماركت شير بتاع كل واحد. يبقى تاني واحد مين؟ المنافسين والسوق. تالت حاجة قوة البراند، وبيسموها حتى البراند ايكويتي، اللي هو السمعة بتاعتنا. ودي مسمعة في مين؟ في رابح واحد، العميل بتاعنا والشريحة المستهدفة، حدودها وقدرتها الشرائية قد ايه. فما فيش تسعير بيتعمل من غير الأربعة دول. طبعا كل واحدة فيها تفاصيل. يعني على سبيل المثال العميل في حاجة اسمها سايكولوجي اوف برايسنج. العميل لما يشوف 99 غير 100 طبعا. لما تيجي تقول له مثلا السعر ب 186 جنيه و50 قرش غير ما تقول 200 مليون في المية. دي بتدي رسالة نفسية. تمام. لما تيجي تقول في العروض 50% كمية إضافية نفسيا غير ما تقول خصم 33%، مع انها في الحسابات وهي واحدة طبعا. لان انت ايه حاجة بتبيعها ب100 هتدي عليها ب50 ببلاش، زي ما تكون حاجة ب150 هتدي عليها خصم 33%، فالراجل هيدفع 100. نفسيا 50% كمية إضافية دي مقنعة جدا. سايكولوجي اوف برايسنج. فهو السايكولوجي جاية منين؟ في العميل. فيبقى عندك التكلفة والمنافسة والبراند والعميل. الأربعة دول لازم يتحطوا على الترابيزة. الثلاثة منهم بتوع التسويق. صح. واحدة بس واحدة المالية. كده التسويق المفروض هو يبقى يتكلم مسؤول الأول. طيب افرض جه واحد قال لك ايه، تعال اما نشوف مين اللي بيسعر في الشركة اكس وواي وزد. هنا الحاج، هنا بتاع المالية، هنا البياعين. على فكرة في مديرين بيع بيسعروا، ده طبعا غلط جدا. طبعا. ما نجيش نقول ان التسويق ملوش دعوه بالتسعير، لان دي هبدا انتشرت الفتره الاخيره برضو. انا يعني من الحاجات اللي عملت لي شويه يعني بالعكس ده سببت مشاكل كتير. الناس بتفهم غلط. وانا هو لما احنا بنيجي نقول الصح احنا مش مستفيدين حاجه، يعني عايزين بس نعلم. لكن لما حد يقول حاجه غلط لانه لمجرد ان هو شايف التسويق من انبوبه صغيره كده ان هو بتاع عايز يطلع ترند، ده برضو والله الحقيقه انا بحب افترض حسن النيه. لان لا هو اصل في نموذج في العالم في هبد مستورد عندنا. في نموذج في العالم هبد جاي من بره، ما فيش وراه غير الهبد. يعني في واحد اسمه جاري في، ما اعرفش تسمع عنه ولا، راجل امريكاني من اصل روسي، كان ساعد والده في شبابه كده عندهم خمور كانوا بيصنعوها في روسيا وبتاع، عمل سوشيال ميديا، عنده ايجنسي برضه، وعنده ايجنسي. ده بيتكلم في الكونتنت ومركز في الكونتنت على حته هو ناجح فيها، اللي هي ايه؟ الاتنشن والانتباه والاتباع. لان احنا لما نيجي نعمل محتوى، ما احنا بنقول بنكومينيكيت، واحنا بنكومينيكيت لازم نشوفها نكومينيكيت احسن من غيرنا. هو بيركز في الحته دي وشاطر فيها، لكن هو ومؤلف كتابين في الموضوع. كان مره كان سيث جودن قبله، انا شايف هنا الايه This is marketing، هو استضاف سيث جودن في حلقه من الحلقات، فبيقول له انا شايفك بتقعد تكتب. سيث جودن بيعمل محتوى تسويق بقاله سنين كتير جدا كل يوم. قال له انت الحاجات دي بتجيبها منين يعني؟ لانه بيكتب في حاجات مستوى اعلى بقى من جاري في، ده بيتكلم ماركتنج واستراتيجيك ومؤلف 20 كتاب. قال له انا لازم اقرا كل يوم واكتب. قال له والله انا مش شايف الكلام ده مهم، انا الفت كتابين في التسويق من غير ما اقرا ولا كتاب. يا نهار ابيض، تخيل، من غير ما اقرا ولا كتاب في التسويق. طيب لما بيجوا يسالوا جاري في عن كوتلر هو ما يعرفش عنه حاجه. فانا نفسيا لما اجي واحد ما يعرفش وتيجي تقول له العلم الفلاني، يقول لك يا عم العلم في الراس مش في الكراس، كوتلر مين وبتاع مين. فهو بيشتم، يعني هو قائد جناح الهجوم على الهجوم على كل ما هو علم في التسويق، اللي هو بره الكونتنت وبره الاتنشن وبره الميديا برودكشن. فاللي ماشيين
ورا المصريين اللي ماشيين ورا الخواجات اللي ماشيين ورا جاري في، يعني احنا اساسا في طبقات من الهبد كده شايفين كلهم الموضوع ده. وعلى فكره بحسن نيه، لانه جاري في ده راجل ايه عنده كام مليون وبتاع، فيجي يقول لك ايه ده كوتلر مالوش قناه على اليوتيوب. يبقى احنا نسمع كلام كوتلر ولا جاري في؟ جنزي بقى والشباب اللي طالعين بيسمعوا كلام جاري في. هم فعليا يعني مش عارف، بس انا بحس شويه ان هم مغلوبين على امرهم. لا هو اصل هو ناجح، ما هي دي النقطه. ما هو الاشهر ليه غلب؟ أيوة. ليه بيغلب؟ لان جاري في مشهور جدا وعلى فكره ناجح وبيعمل نتائج، بس هو مش فاهم ان نجاحه ده بيتعمل مع شركات بيبقى عندها استراتيجي، بيجي هو ينفذ حته صغيره بالظبط. ما هي دي، ما يجيش يتغر بقى ويقول لك ايه ده اللي الناس مش فاهماه. هو بقى بيقولوا ايه، هو ده اللي بيقول لك مش مهم المنتج، هو بيجي له منتج جاهز، مش مهم السعر لانه بيجي له السعر جاهز، هو بس بيجي ايه اطلع امسك الميكروفون واهبط واتكلم عن المنتج ده فبيتباع في الكلام. بس في ناس طبخه جوه، هو مش شايف الطبخه، هو شايف ان هو اللي عمل كل حاجه، هو الهداف يبقى هو اللي خد اللقطه، هو اللي جاب الجون في الاخر. طيب حضرتك يا دكتور كنت يعني بتقول ان اعلى المستويات هو الاستراتيجيك اللي هو الماتيوريتي او النضج عند عشان ابقى معلم تسويق بقى بجد لازم اوصل لمرحله ان عندي استراتيجيك فيجن او استراتيجيك بلان. بالظبط. هي ايه دي بقى؟ يعني انا يبقى بفهم في التسعير ولا بفهم في السوشيال ميديا ولا بعرف افهم المنافسين؟ زتونتها ايه الحته دي؟ والله انت عارف كلمه استراتيجي فعلا يعني ده سؤال مهم جدا، لان هي كلمه مهمه جدا في الشغل والناس كلها تقريبا بيستخدموها. يعني يجي يقول لك ايه بتاع الكونتنت، يقول لك انا هكتب لك ايه استراتيجيه محتوى واستراتيجيه تسويق الكتروني، حتى ما بيقولوش ولا ديجيتال ماركتنج استراتيجي، لا بيقول لك ايه الايجنسيز بتوع الديجيتال ماركتنج لو ما بيجي لهم عميل بيقولوا له هنعمل لك ماركتنج استراتيجي. هو طبعا قصده على الديجيتال لان الكلمه دي ملتبسه لاسباب كتير قوي. اولا يعني ايه استراتيجي، وثانيا الاستراتيجي في الشركه بيختلف معناها حسب مين اللي بيقولها. يعني جوه الشركه لوحدها طبعا في معاني ايوه هي ليها معاني مختلفه. يعني في حاجه اسمها كاسكيدنج اوف استراتيجي. بالنسبه للسي او الاستراتيجي لها معنى اللي هي بزنس يونت استراتيجي او الكوربريت استراتيجي او يعني براند استراتيجي او كده. لا ده بتاع الماركتنج. يعني في فرق بين الاستراتيجيه بتاعت البيزنس نفسه. بتاعت البيزنس بتنزل تحت بتتقسم بيجي بتاع الفاينانس بيبقى فيه فاينانشال استراتيجي، ماركتنج استراتيجي، اتش ار استراتيجي. بيجي بتاع الماركتنج عامل الماركتنج استراتيجي، يعني هو حرك ايه، احنا بنتكلم كماركتنج اعلى مستوى ايه استراتيجيك ماركتنج، بس ما هو في فوقيه ده لازم يبقى جاي من البيزنس استراتيجي. هو طبعا اللي بيقود البيزنس لان هو البيزنس مفتوح عشان عملاء عشان يجيب فلوس، وده دور الماركتنج. والباقيين زي ما قلنا اللي هم سبورتنج فانكشنز. ايوه بالظبط. بس لازم يبقوا عارفين يعني انا عشان يسبورتوا معايا انا ماليش صلاحيه امشي بتاع الفاينانس بشكل معين ولا الاوبريشنز، فده بيجي منين؟ من فوقيه وفوقيه من البيزنس استراتيجي، وخلاص كلنا متفقين ان هو ده اللي هنمشي عليه. لكن لما يجي مثلا تعالى جوه الماركتنج، انا عملت ماركتنج استراتيجي. كلمه استراتيجي معناها ببساطه اللي هي متاخد من التعبيرات العسكريه، اللي هو احنا في الجيوش استراتيجي هننتصر ازاي، في البيزنس هننافس ازاي، هنتميز ازاي في المنافسه. احنا الجيوش بيقتلوا بعض، احنا ما عندناش قتل. بيحتلوا اراضي، لا احنا بنحتل قلوب وعقول وجيوب العملاء. تمام. احنا مش عايزين ننتصر، احنا عايزين نكسب فلوس. يعني من انتصار بمعنى دحر المنافس وقتله، لا احنا ممكن نقعد شغالين كلنا، وبالعكس من ضمن صحة السوق ان يبقى فيه منافسين اقوياء. ايوه. فهي ازاي نتميز في المنافسة، وهنا علشان نيجي نتميز هتبص تلاقي قدامنا بقى الاختيارات. ما هي الاستراتيجي اللي هي الاختيارات. طيب انا حطيتها كبزنس، انا كراجل سي او طبعا لازم يكون ماشيه كونسيستنت مع الماركتنج. انا كماركتنج، الماركتنج بقى فيه عشان ننفذ الاستراتيجي زي ما الجيش كده، رئيس الاركان بيحط الاستراتيجي، مش وزير الدفاع لان ده منصب سياسي ملوش علاقه وممكن ما يبقى مش عسكري اصلا، لكن هو اللي ماسك بيحرك بقى القوات الجويه والبحريه والكده. هو بيحط استراتيجي الجيش، ويجي بتوع القوات الجويه بالنسبه
اللي عامل استراتيجيه الجيش القوات الجويه دي تكتيك، لكن بالنسبه لقائد سلاح الجو دي استراتيجيه القوات الجويه. فانا كراجل رئيس اركان بقول عليها تكتيك الجوي، لكن بتاع الدفاع الجوي او القوات الجويه بيقول عليها ايه؟ استراتيجيه. تنزل منه لاستراتيجيه كل مطار، كل سرب، كل طياره، كل حاجه ليها كل والتعريف بيفضل واحد. انا ازاي احقق، ازاي انتصر واخلي جيشي ينتصر عن طريق الدور اللي انا بعمله. تعال بقى ناخد الكلام ده للشركه. يلا بينا. انا راجل عملت الماركتنج استراتيجي، معايا الناس بتوع السوشيال ميديا او الميديا برودكشن. انا ببساطه لازم يكون بتاع الميديا برودكشن وبتاع الميديا فاهم هو دوره ايه. هو بيكومينيكيت، يبقى بيكومينيكيت الفاليو. طيب لازم يبقى عارف ايه هي الفاليو. انا بقى كماركتنج اقول له احنا الفاليو بتاعتنا ايه والتارجت ماركت بتاعنا ايه، عشان لما يروح يتارجت الناس يتارجتهم هم دول ويظهر الفاليو دي. يعني هو بالنسبه له هو بيستخدم اداه لتحقيق الاستراتيجيه اللي هي الكوميونيكيشن، وهو بالنسبه لي انا كماركتنج مانجر ده تكتيك هو بالظبط. الكوميونيكيشن تكتيك بالنسبه له هو دي كوميونيكيشن استراتيجي. يجي ينزل لبتاع الايه السوشيال ميديا، هو بالنسبه للكوميونيكيشن ده تكتيك، بس بالنسبه لبتاع السوشيال ميديا دي استراتيجي. السوشيال ميديا تحتيه كونتنت، الكونتنت هو تكتيك بالنسبه للسوشيال ميديا، لكن هو بتاع الكونتنت رئيس الكونتنت هو دي الكونتنت يعني استراتيجي. نقول ان الاستراتيجيه هي مثلا هي قدرتي على استخدام الادوات اللي عندي انا في تحقيق اهداف معينه. ايوه، ما انا بقى اقول لك بقى ايه عشان ناخد الكلام ده بقى للسوق نطبق ازاي. اصل كلمه كوميونيكيشن استراتيجي دي برضو ما هي ايه غامضه. طب انت بتقول ان احنا هننافس، طب انا ككوميونيكيشن هعمل ايه بقى؟ ما هي الشركه بتنافس انها عامله فاليو للعملاء دول. انا الاستراتيجي بتاعتي تيجي منين؟ انا هدفي حاجه وانا بعمل كوميونيكيشن، ابص على العملاء وابص على المنافسين اللي هم بيعملوا كوميونيكيشن زيي، واحاول اوصل اعمل حاجه اسمها بيرسويسيف كوميونيكيشن، اقنع الشريحه بتاعتي بالفاليو بتاعتي اكتر من المنافسين علشان اعرف اخد عقولهم وقلوبهم وييجوا يتعاملوا معايا ويشتروا، ولما يشتروا يلاقوا كلام مظبوط يوصلوا للولاء. طيب هل الكوميونيكيشن بتعمل ولاء؟ لا، لان ما هي بقى هنا بقى الادوار بتتوزع طبعا. انا بوصل الرساله. طيب الرساله وصلت والراجل اقتنع، اتصل بالتليفون ما حدش رد، بعت رساله قالوا له لا احنا مش في مواعيد العمل. يبقى كده ايه؟ هنا ما فيش استراتيجيه اهو، لان هو مش بيعمل كل حاجه. ما هو ليه دور، هو قاعد على المدفع بس في واحد قاعد على سلاح تاني بيكمل ورايا. يبقى لما نيجي نقول استراتيجي في اي حته ينفع يبقى في استراتيجي في اي حته على كل المستويات، من اول اللي بيكتب بيس اوف كونتنت ده كاتبها في كونتنت استراتيجي لحد السي او. كل واحد دوره ايه، يشوف اللي بيعمله بيحقق الاستراتيجي بتاعت اللي فوقيه ازاي، فكل واحد باصص لفوق. هو ده الاستراتيجيك الاينمنت. واي خروج عن الاستراتيجي اللي جايه من فوق، ان انا اقوم هابد ومغير حاجه لوحدي كده واحس ان هو ده اللي هيخدم، انا بحسن نيه ممكن ابقى بغرق الشركه بتاعتي او ما بحققش احسن النتائج. يعني في ناس فاهمه ان الكوميونيكيشن لوحدها تشتغل. برضه حبايبنا بتوع الكونتنت للاسف فاهمين ايه؟ ان الماركتنج الناجح انك تعمل كونتنت ناجح. كونتنت ناجح يعمل ايه؟ يقنع العميل ان احنا عندنا فاليو. منين؟ من الكونتنت. يعني لما تيجي تبص على شويه محلات مثلا ايه، يطلعوا ناس موظفين يترقصوا في المحلات. هو محل ايه؟ ملابس حلويات مش فارقه، هو بيعمل اي كلام. الناس يعجبهم الفيديو، يعجبهم الحته الارت ويقعدوا يشيروا وبتاع ويعمل ريتش. ده هنا بيرتكب خطأ كبير، ان هو عايز يعمل فاليو من الكوميونيكيشن. هو احنا بنكوميونيكيت الفاليو. يعني الكوميونيكيشن مش يعني فاليو في ذاتها، ما هيش فاليو. الا استثناء صغير هقوله لك في الاخر. هي لازم، احنا قلنا ايه؟ creating communicating and delivering value. فانا لازم كراجل بتاع محتوى بعرف الشركه دي ايه الفاليو اللي عندها وبتوصلها لمين، واحسن من المنافسين في ايه، واحاول اعمل الكلام ده بشكل بقى جذاب واقناعي
بحيث الرساله توصل بشكل مؤثر اكتر وتنتشر، بس تنتشر بالفاليو بتاعتها. اديك مثال، انا كان عندي عميل عامل بيرسونال براندنج، محل ملابس، فبيقول لي انا في فيديوهات عملت 4 مليون مشاهده. قلت له وريها لي. هكس ملهاش علاقه بالملابس ولا اي حاجه، بيطلع ايه يعمل ليب سينك وكوميكس فبي ايه ريتش رهيب، ومعظمهم اطفال. طيب الحاجات دي بعت لك؟ لا، قال لك لا ما بعتش خالص. يعني هو ممكن يبقى هو ده عمل ايه بقى؟ عمل كوميونيكيشن، حاول يعمل فاليو من الكوميونيكيشن اللي هي عكس الاستراتيجي، اللي هو عايز يبيع ملابس فعمل ريتش. في ناس بيعتبروا ده نجاح. هو انت لما تيجي تقيس حاجات مهمه، ده هم بيقيسوا حاجات مش مهمه. معظم الناس واكل دماغها الريتش. انا في دكتوره بعت لها رساله من فتره، يعني يمكن صدفه تسمعنا، قلت لها انا بس عايز اديكي نصيحه، ما ينفعش تطلعي تعملي كوميكس انت والتيم بتاع المعمل بتاعك وكده انت فاكره انك بتروجي للمعمل. ما هو العيان عايز يثق في المعمل عشان يجي. انا مش هروح لمعمل بيهزروا مع بعض وهي طالعه بصوت هنيدي وما اعرفش وفي ساعات حزلقوم وبتاع. طب ايه علاقه ده بالمعمل؟ ده تدمير على فكره، ده تدمير للايمج بتاع خدمه طبيه المفروض ان فيها برستيج. بس هي عامله ايه؟ ده عارف ردت عليا قالت لي ايه؟ قالت لي على فكره انا مش قصدي لانه ما بيجيبلهاش زباين. قلت لها انا مش قصدي زباين. قلت لها طب امال انت بتعمليها ليه؟ قالت لي علشان الريتش، وانا جايبه ريتش كويس لدرجه ان المعامل اللي حواليا كلها بدات تقلدني. شايف الهبد بقى؟ الهبد بينتشر ازاي؟ فهي معتبره ان هي نجحت ليه؟ لان الريتش عالي، بتقيس حاجه مش مهمه، ده بالعكس حاجه بتهدم الصوره، وان الناس اللي هم زيها بيقلدوها، فبقت هي الرئيسه بقى كده. وقاعده بقى بتحاسبن عليهم. انا كل ما اعمل فكره تخطفوها مني. دي ليها اسم في الاستراتيجي على فكره. لا ومبنيه على ضم متركس. انا بسميها دي ايه؟ حرب الماعز. ان انا والمنافس نتخانق بعيد عن العميل خالص. العميل بتاع المعمل عايز ياخد تحاليل مظبوط، احنا قاعدين نتخانق. يعني كان في شركه بتاعت ملابس محجبات، جابوا موديل بنت ظريفه كده ايه، وعملوا اعلان وراحوا صوروا في فيلا هنا في اكتوبر، وكانت جميله قوي كده. فالمنافسين بتوعهم متضايقين، فعايزين يعملوا ايه بقى؟ عايزين يجيب الموديل دي، وعايزين نعرف بتصور فين، وعايزين الفيلا. ووصلوا للفيلا وقالوا للراجل صاحب الفيلا احنا عايزين نصور عندك واللي انت هتطلبه، بس ما تخليش فلانين دول يصوروا عندك. تخيل حرب معيز بجد. حرب معيز اللي هو ايه؟ احنا بنحارب بعض في حاجه ما تفرقش مع العميل. طيب ما نفكر، ما نسال في البديهيات. هو اللي شاف صوره البنت ومصوره في جنينه بفيلا وبسين وبتاع، راح جه اشترى علشان الفيلا وعشان البنت؟ يعني ممكن البنت تبقى مقنعه شويه، لكن اكيد الموديل اكيد كذا، يعني ده جزء متكامل. ما ينفعش ان انا اركز. بس خليني اقول لحضرتك ان ده بيحصل في الشركات الكبيره. لا بس اقول لك انا اسف مقاطعتك. في نقطه دلوقتي بتحصل ان انا معلش انا كيوزر هشتري من شركه، فين الكريديبيليتي لما الاقي موديل طالعه لشركه اكس بتبيع لي منتج وطالعه لي في نفس الشركه كومبيتيتور بتبيع نفس المنتج؟ ده لما بيجيبوا سيلبرتي، لما بيجيبوا نجم بيشترطوا عليه ما يطلعش النشاط منافس. وكمان انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مثلا في الشركات بتاعه الريل استيت لما نبقى هنجيب موديل، احنا بنعرف الشركه الموديل احنا اللي هنختارها، وهي موديل واحده اللي هتجيلك، وشرط ما فيش اي موديل من اللي احنا شغالين معاهم لاي شركه تانية هتبقى موجوده في الشركه معاك. ده بجد، يعني احنا بنشترط ده قبل اي حاجه خالص. ما هو عارف الشرط ده بيوصل للمنافسين ازاي؟ مش هم اشترطوا ونجحوا بيه، احنا نكسر الشرط ده ونجيبه، كأن ايه؟ عرف سر الصنعه. ما هو للاسف ما هو ده الهبد بقى. فدي بيسموها سوامب حتى، يعني في سوامب ان هو ايه؟ مستنقع، ان انا اقعد اللي هي شبه البكابورت، يعني نقعد نتحارب في حاجه بعيده عن اهتمام العملاء. طيب انا عايز بس اقول لك استثناء، احنا في حته قلنا ايه؟ creating, communicating and delivering value. بس انا قلت لك ان في 5 حاجات بنكريت بيهم الفاليو، واحده منهم البراند. الكوميونيكيشن بيعمل براند اويرنس، يعني هو بيعمل ايه؟ بيزود الفاليو كريشن، بيزود قيمه الفاليو. بس الاويرنس بس، السمعه اكبر من البراند اويرنس. يعني انا امتى نقول ان البراند ده قوي، وامتى يبقى عندها سمعه؟ ان احنا سمعنا عنه وتعاملنا معاه ولقيناه محترم، كده نبدا كده يبقى في سمعه. لكن الاويرنس ما ينفعش ان انت تعمل سمعه من غيرها.
يعني انا ما ينفعش ابقى اشكر في واحد انا ما اعرفوش. فالكوميونيكيشن بتساهم في الفاليو كرييشن بس في حته البراندنج. والبراندنج الناجح انك تربط البراند بالفاليو، ما تربطش المعمل بحزلقوم، ما تربطش الموديل ان الشركه دي الموديل ده، يعني لان انا عرفت القصه دي لان جولي اصحاب الشركه اللي هو اتخطف منهم المكان. هنعمل ايه؟ احنا عايزين نزود ونقول للراجل وناخد لا سيبوهم خالص بقى شوف فكره جديده. لا احنا الاستراتيجي انتوا ايه استراتيجي؟ قال لك ما أنا يعني ايه استراتيجي؟ احنا نقعد. طب تعالوا نقعد. عملنا استراتيجي على فكره، وطلع عندهم استراتيجي بس هم مش عارفين، لان هم شركه كبيره في السوق واي حد ناجح عنده استراتيجي حتى لو مش عارف. ما هو زي ما بقول لك البديهيات والفطره بتخليك تتصرف صح حتى لو انت مش عارف. فطلع العملاء شايفينهم بشكل معين وعندهم ميزات معينه، بس عايزين بقى نركز وما نتوهش، ما نتكلمش غير عن الحاجات دي بقى، وسيبك بقى مين والكلام ده، خلينا مركزين. فيبقى الكوميونيكيشن بتعمل ايه؟ بتكوميونيكيت الفاليو وبتكوميونيكيت البراند، بتزود الاويرنس ان الناس تعرف البراند، ونيجي احنا بقى بعد كده نكمل اللي وعدنا بيه. والبراند ده ما هو بروميس، وعد، لازم احنا نكمل عشان يبقى فيه سمعه. لو انا ككونتنت شفت دوري اكبر من كده ودخلت على الفاليو كرييشن، حاولت انا اعمل الفاليو زي ما الهبد كله والريتش ونظام ركوب الترندات. ما ركوب الترند هو مش كل ترند ينفع نركبه، لا ده هو بيركبوا الترند ليه؟ عشان فاكرين ان الفاليو في الريتش، وان لو ما الناس هتشوفنا هو بيعمل شغل بس مش هو ده اللي يجيب احسن نتيجه. تمام؟ يعني احنا في حرب الماعز دي، ما انت لو انت فرقعت بومبا ولا فرقعت ايه الناس هتبص بس احنا بنقول ان التسويق ده زي الزراعه، بتزرع الزرعه وتقعد ترعاها وسنه واثنين وثلاثه. هو البراند ما بيتسلقش غير الترند والجروث هاكينج والكلام اللي هو بيضحكوا بيه على الناس ده ما ينفعش يتعمل بسرعه، ده لازم يبقى استمراريه ومصداقيه، والسمعه ما بتتبنيش كده يعني. والبراند هو السمعه، والسمعه في اذهان العملاء، مش احنا نقول عملنا لوجو وصرفنا عليه وعملنا محل يبقى احنا كده عملنا براند. لا، الناس بتقول عليك ايه؟ لو الناس اجمعت على انك وحش فهو يبقى انت وحش. الناس بتقول ايه؟ مش حابب اقول اسامي يعني، لكن هنقول مثلا ايه، محل حلويات عاملين سمعه ان ايه، زحمه فيك. ما هو مستند لسلوك القطيع، ما دام زحمه يبقى الناس بتحبه، لكن اكتشفوا انها فيك. اكلات بتتصادم مع حتى ايه، مع الحياء. يعني ايه، بيعملوا حاجه في عصب الفاليو وبالعكس، وبيقعدوا يبرزوا ده. ولما جم يصلحوا في الاعلان قال لك احنا اسفين ان احنا جامدين. انت مش جامد، ايه الجامد في كده يعني؟ انت بتقعد تتنك على الناس وبتاع، ما اتكلمش هو ايه الفاليو بتاعته. بتجيب شغل مع بعض ناس. بس تعالى اسال كده، انا بقول للناس انت نجاحك في التسويق، اسال نفسك سؤال: لو انا لا قدر الله شركتي اختفت، في ناس هتزعل؟ بالظبط. لو ايوه يبقى انت عامل حاجه صح. شوف الناس هتزعل ليه وكمل في السكه دي. ما حدش هيزعل على معمل لانه كان على معمل لانه كان بيعمل كوميكس. لا، انا ممكن ازعل ان كان في حد بيعمل كوميكس وبطل يعمل كوميكس، بس معمل لا، ما هوش معمل، انا ما اعرفش ده مش هتفرق معايا، مش فارق معايا. لكن انا لو معمل وقفلت وفي ناس زعلت، يبقى انا كنت بدي حاجه فاليو حقيقيه لناس معينه في الخدمه اللي انا اصلا بدي. بس شايف البساطه؟ هو على فكره اللي ماشي هي بالكلام اللي هو بتاع ايه، زي ما العربي كده قال لك ايه، صناع الثقه. هو عملها فعلا طبعا. فهو يعني كنت في كورس برضو كان بيتكلم على ان الاخطر من الوضع الاستراتيجي تنفيذ الاستراتيجي. الاستراتيجي اكزيكيوشن صح، والقرارات اللي بتقررها اثناء ما انت بتنفذ الاستراتيجيه. فهو ممكن يكون بتاع المعمل ده نفسه ان هو يوصل لاكبر شريحه من العملاء، قال لك خلاص هنعمل ماركتنج مسجز ايا كانت هي ايه وهنوصل بيها. لما جه ينفذ بقى راح جايب حزلقوم ايوه. ممكن الكونتنت ده ينفع براند تاني او ينفع اندستري تانية، بس انت مفروض يعني تقيس بقى هل الريتشابيليتي اللي انت جبتها دي حققت لك. هو للاسف هو ما بتحققش، فيقول لك ايه، انا ما كانش قصدي. ما هو في سيلف ديفنس كده، في ديفنس وكده في علم النفس، ان انت ايه، للاسف ما بيخليناش نتعلم بالظبط. دينايل، انكار، ما بتعترفش انك انت غلطت، ما بتنكرش. ليه؟ احنا كان هدفنا الريتش، على ان الريتش ده هو هدف، لا ده وسيله.
طيب الريتش ده وسيله عشان نبيع، بعت لا ما بعتش، طب خلاص يبقى انت بتقيس حاجه غلط. ما تقيسش حاجه غلط والا هتوه. فهي دي المشكله اللي هي الاساسيات اللي المفروض تبقى واضحه. في مشكله ان الناس بتقع في غرام فكرتها ومشروعها. ده طبعا فانا كتير. أنا شايف ان الفكره، شوف يا عم، ده اصحاب الشركه اتبسطوا والناس اتبسطت أيوة. وتفاعلت مع الفيديو. فهو ولو في حد بيعمل لهم، لو في ايجنسي بتعمل لهم، هتقول لك ده احنا اللي بنعمل للمعمل الفلاني، وهحطها بقى كيس ستادي ان هو كسب في 4 مليون فيو. ده قلبين الدنيا. لكن هو بعد عن القيمه الحقيقيه بالظبط. فاي قرار وانا ماشي في طريقي في تنفيذ الاستراتيجيه، اي قرار يبعدني عن تحقيق الهدف الاساسي اللي مبني عليه الشركه اصلا، المفروض يعني المفروض اتجنبه، ابعد عنه. مش ان انا امشي فيه واغلط، وبعدين لما اغلط اكابر واقعد اجيب لنفسي مبررات وبعدين بالزبط. بيجيبوا اناليتكس وارقام طبعا. فيوقفوك يشلوك، يقول لك ده انا عامل 4 مليون، هتقول له ايه ده؟ لا ده حاجه عظيمه جدا الراجل اللي عامل الكونتنت ده. طيب بعنا بكام؟ يقول لك لا بس يعني احنا عاملين ريتش في مرحله الاكوزيشن، فاحنا في كاش بيرنينج فيز، فاحنا بنحرق فلوس عشان مثلا بنحرق فلوس. كأن حرق الفلوس ده صعب قوي يعني. طب ما هو دي شغلانه يعني. اجتماع مره اتقالت كلمه زي كده يعني، انا لو كنت رديت كان الماركتنج مانجر وقتها يمشوه من ضمن الجمل اللي بتتقال كتير بقى ليكوا كميديا برودكشن، يجي صاحب الشركه في ساعات، وساعات مدير التسويق يقول لك الاعلان ده مش عاجبني، يعني هو مش معمول لك انت. انت كمدير الشركه لما تقول لي ده مش هيستجيب له الشريحه بتاعتنا، اقول لك لكن مش عاجبك انت براحتك، مش مهم انت خالص. هو انت عامل عشان انت اللي تبيع، عشان تبقى انت اللي تشتري. وعلى فكره بينحازوا رايهم الشخصي، ممكن يكونوا هم بره الشريحه خالص اللي بيبيعوا لها. عشان كده بقول لك بيقع في غرام فكرته. أيوة. ورايه يقول لك انا عامل في كذا كذا، وفي شركات كبيره بتقع في الحكايه دي برضه. ليه؟ لان كلنا عندنا انحياز لارائنا الشخصيه، وكأن كل الناس زينا. اللي هيعجبني اكيد هيعجب الناس. لا، اعتبر نفسك ان انت واحد من العملاء، وممكن تكون واحد مش من العملاء. لو انت بتستهدف شريحه مش زيك. وبيجي بقى انحياز تاني. يعني انا كنت قريب مع مدير تسويق شركه حلويات، يمكن من اكبر 2-3 شركات في مصر. بدأ الجيل الثالث يمسك. الجيل الثالث من شريحه ايجيبت، وهم ناجحين قوي مع شريحه مصر وجزء صغير من ايجيبت. عايزين ياخدوا البراند في سكه ايجيبت، ده هيدمروا البراند طبعا، لان هو ملوش سوق مع الناس دي. ولو علي بسعره هنا بقى، ده شغل الاستراتيجي. هو نجح ليه؟ نجح باستراتيجي معينه، فاليو بيديها لناس معينين. لو هنا بقى ايه، هو بيصارع، مدير التسويق بيصارع معاهم، فهو حب يتاكد، يقول لي هو احنا كده صح ولا هم اللي صح؟ قلت له انت اللي صح 100%. لان لو هم نفذوا الشركه دي هتفشل 100%. يروح يعمل براند تاني ايوه باسم تاني. مش انت نجحت في الاولاني، نجحت في التاني. يعني في براند عاملوا عربيات بتاع الشبراوي، مطعم ظريف قوي كده في الكوربه. هو كمان عربياتا اول ناس دخلوا الهوت لاين على الفود اند بافريج يعني. لا بس ده عاملين حاجه شيك قوي، انا مش فاكر اسمه. هو لان انا بقى ولادي جين زي وكده هم اللي عارفين، هم ودوني هناك. وانا قعدت دعبس لقيته بتاع عربيات، عجبتني قوي الفكره. ليه؟ لو كان راح عمل عربياتا للناس الشيك اللي هم بيروحوا يفطروا، يروحوا 2 يفطروا يدفعوا 3000 جنيه، ده ما كانش هينفع خالص. ده بتوع ايجيبت. فهتلاقي الشريحه اللي قاعده مختلفه خالص عن الشبراوي، والشبراوي لازق فيه بس ما بيقولش ان هو تبعه يعني. ده ذكاء بصراحه. فلو عايز تعمل براند، قلت له عايزين يروحوا يعملوا براند تاني، لكن يغيروا. هو ده ايه، درسوا بره ودارسين بيزنس، وقال لك اشمعنى احنا ما في براندات ما اعرفش ايه، ما السيجمنت دي ليها شويه ناس براندات تانية، بس برضو مش محققين النجاح بتاعهم. لا، وكمان انت قرار زي كده انت بتستغنى عن البراند ايكوتي بتاعتك كلها. انت خلاص بقى انت رايح هو في ناس فاكرين كده ان هو ايه، انا كنت شغال في شعبي ونجحت، عايز بقى ايه اطور الشغل، اشتغل بقى مع كلاس ايه. طب ما انت كده بتدمر الشغل. صحيح. لا، عايز تشتغل مع كلاس ايه، اعمل براند تاني. وبس الاول حلل هل فلوسك دي تكمل فيها بالشعبي ولا لا. غالبا هيطلع الشعبي قرار افضل. اصل هو الناس بيشوفوا الشياكه انه يعمل ناس شيك، مكسب اكتر. الشياكه انه يبقى عامل ناس شيك، جاي شريحه شيك في اماكن شيك.
طب وهي العتبه دي وحشه يعني مثلا؟ يعني لو انت فاتح هناك بس خليني اسال حضرتك سؤال بقى. احنا حتى في نفس الشريحه الواحده كلاس اي ولا بي ولا سي ولا حاجه بيبقى فيه اختلافات جواها طبعا. ازاي بقى انا كراجل ماركتير عندي استراتيجي اتعامل مع الاختلافات الكتيره اللي في نفس الشريحه الواحده اللي ده هو دلوقتي السيجمنتس بقت سب سيجمنتس، ما انت لازم تحلل بقى السيجمنت كويس، ما ده جزء. لان الموضوع السيجمنت لما تيجي توصف شريحه كده وصف جنرال غالبا الوصف ده مش صح. عايز تعرف السب سيجمنت. واحنا في مع دخول الديجيتال والاي اي ايفنتشوالي هنبقى بنتعامل مع سيجمنتس اوف وان. هيبقى كل واحد نقدر نوصل له ويبقى السيجمنت بتاعه هو شخص الانديفيدوال بني ادم واحد. اديك مثال. وبدأ يحصل واحد عايز يتعلم انجلش. المفروض احنا بنعمل ايه؟ بنقول احنا شغالين بندي انجلش وليفلز، وبناخد الليفل اللي هو ده جزء من السيجمنتيشن، كونفرزيشن ولا معرفش كذا ولا جرامر وكذا، وبعدين بنيجي نقول البيجنرز هيدخلوا ليفل كذا. طيب بقى في ابلكيشن بيعمل لك بليسمنت تيست ليك ويطلع لك شخص اي اي مش موجود خالص، يشوف انت عايز تدرس انجلش ليه ويدرس لك انجلش بجدولك لوقتك. واحد يطلع يكلمك ويشرح لك بمحتواك. انت عايز انجلش بتاع بيزنس، انجلش بتاع بيزنس حسب مستواك، عايز الاكسنت الامريكان، عايز اكسنت انجلش. بقت سيجمنت اوف وان. طبعا دي نقله في التسويق، لان انت سيجمنت اوف وان دي ما ينفعش معاها تشتغل مع ناس كتير. الاي اي بقت دلوقتي مكنت ان في خدمات كتير ينفع يبقوا ناس كتير وكل واحد بتعمل له حاجه على مزاجه. دلوقتي انا لما بتكلم مع شات جي بي تي هو عارفني انا شخصيا، واقول له ايه رايك في الموضوع الفلاني، بيقول لي بالنسبه لك انا شايف انسب حاجه كذا. بقيت انا سيجمنت اوف وان. لما انا قلت له انا هو عارف ان انا بحارب الهبد، وقلت له انا بقى لي كام يوم قاعدين بنرغي في البرومت ده، وقلت له طب اعمل لي لجنه تتكون من 6 اشخاص، واحد خبير في المنهجيه العلميه، واحد خبير كريتيكال ثينكينج، وعايز الناس دول يتكلموا مع بعض، وانا عايز اشوف الكلام اللي بينهم، وواحد ماركتينج وواحد طب وكذا، وعايز كل واحد يقول الارجيومنت بتاعته علشان يوصلوا مع بعض نتيجه الميتنج ان هو يوصلوا لافضل برومبت ماشي مع مين؟ مع افكاري اللي انت عارفها بقالك 3 سنين. فقال لك عملنا اجتماع، قلت له ودي للناس اسامي عشان ابقى عارف الاجتماع 6 اشخاص، فلان خبير كذا، فلان خبير كذا، وادي الحوار اللي بينهم. تمام. وانا بقى ممكن ايه، انا بقى ماشي خطوه خطوه، ما تطلعليش البرومبت، نتكلم مع بعض. طب كويس، انت شايف ان الكلام ده اللي قال رد فلان على فلان ده مظبوط ولا كان المفروض نتكلم كذا؟ لا عيد الحوار ده تاني. لان هو بيكلمني على دماغي عشان عارف انا عايز ايه. لو حد تاني دخل بالقصه دي هيكلمه بشكل تاني اكيد 100%، لما يتناسب معه. يعني انا بنتي ليها اكاونت بدخل اشوف، خلاص بتساله في حاجات مختلفه، ولادي نفس الكلام، وطريقته في الرد مختلفه. يعني انا قعدت على جهاز ايه مثلا بتاع واحد منهم، خلاص عارف ان دي في كليه كذا وبتدرس كذا، يعني بقينا سيجمنت اوف وان في الحتت دي. هو بقى بيقول لك هيبقى ايه بال 3 دي برينتنج والتكنولوجي. انت بتدخل تعمل ديزاين للشوز، واديداس بتطبعه لك 3 دي برينتنج وتبعته لك سيجمنت اوف وان. يعني ده مستقبل بقينا عايشين فيه. كان سيجمنت اوف وان دي انا كنا من 25 سنه بندرسها، بس كنا بنقول مستحيل. سيجمنت اوف وان اللي هو الالتيميت جول. بيقول لك ايه، بيقول لك الدنيا دخلت لان الهيستوري كانت زمان سيجمنت اوف وان. يعني صناعه الملابس كان ايه، ترزي صح، بس بيفصل لكل واحد. لما بقى في ماس برودكشن لغينا كل واحد، لازم نعمل سيجمنتس، لازم مقاسات معينه بامشات معينه. حتى الدواء والطب اصلا كان كده زمان. والدواء والطب كان ايه، الطبيب هو اللي بيركب، هو اللي بيعمل. مع الماس برودكشن اضطرينا نعمل سيجمنتس. مفيش مصنع مثلا ملابس هيعمل لك قميص على مزاجك بمقاسك باللون بتاعك، لا هو ليه الوان محدده، مقاسات محدده، خلاص خلصت. التكنولوجي بترجعنا تاني وبتحافظ على الماس برضه. يعني بقى ماس برودكشن بالتكنولوجي وسيجمنت اوف وان. فما بين بقى السيجمنتيشن اللي هو اللي احنا درسناه ومتعودين عليه، اللي هو سيجمنت كبيره كده، وما بين سيجمنت اوف وان انت تشوف بقى الاستراتيجي بتاعتك هتبقى فين. مش في انشطه لسه ما ينفعش نقول سيجمنت اوف وان دلوقتي،
بس بتزيد وبسرعه. يعني انا مثلا في المذاكره، بلاش بقى اللغات، بلاش اللي هو تستخدم الاي اي دلوقتي. الناس اللي بيالفوا كتب، ما هو يقول له اكتب لي روايه ما اعرفش ايه، اما اعملها له. ما فيش بقى جوست رايتر، كان زمان بيبقى مؤلف ويجي يقعد معاك ويحكي القصه. يعني بقت حاجات كتير جدا. نوت بوك LM بيذاكر مع كل واحد حسب السورسز اللي انت مديها له. فبقى في مساحه كبيره قوي للايه سيجمنت اوف 1 دي. لكن لو انت مش مناسب ليك سيجمنت اوف 1، شغال بي تو بي، ممكن وقتها ال1 يبقى 1 كمباني او 1 بزنس، او يبقى مجموعه شبه بعض. فطبعا في سيجمنت وسب سيجمنت، وهو دايما دلوقتي بقى في حاجه اسمها ايه من ضمن كلام بورتر اللي هو برضو من زمان قوي وبدا يبان، الفوكس استراتيجي، هو التخصص. نفوكس مع ناس ايه، يقول لك عشان تنجح لازم تركز، لازم واحده من البدايل انك ايه تعمل فوكس، تركز. لما تركز مع شريحه صغيره هتعرف تطلع معاهم نتائج صعب جدا حد ينافسك فيها. صح. لو مركزين مع شرائح كبيره، وده ابسط واسهل للشركات الصغيره، ان هو ايه ما يدخلش على الناس كلها. يجي مثلا يقول لك ايه انا بعمل كونتنت او انا ديجيتال ماركتنج للعيادات العظام. ده كده بقى مش بقى ايه، مش ديجيتال ماركتنج. شوف خدها منها سيجمنت سيرفيسز، وبعدين هيلث كير، وبعدين عيادات، وبعدين العظام. وكمان عشان نزود الفاليوز بتضطر ان انت تخش على كل عياده او مستشفى لوحدها، تعمل لها خطه منفصله، تعمل لها بلان لوحدها. الفوكس بيديك ميزه بتحولها انت لعملائك، عندك خبره وبنيت خبره وفاهم الناس وفاهم سوقهم وفاهم عملائهم، لان انت بي تو بي تفهم عملائك وعملاء عملائك طبعا. فالقصه هي هتوصل لان كل واحد منهم هيتعمل له اللي هو سيجمنت اوف 1 دي. بس كل ما انت تحط في دماغك ان ده المستقبل، ما تستصعبش بقى ان السيجمنت قاعده بتصغر. ده هي لازم تصغر، وشطارتك انك تصغرها قبل المنافسين، قبل ما حد يصغرها لوحده. بالظبط. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. احنا يعني احنا اتكلمنا كلام كتير حلو جدا والعلم كتير قوي، هبدنا جامد قوي من ساعه ما قعدنا. اشمعنى احنا يا عم؟ الناس بتهبد بالظبط. احنا قلنا كلام كتير حلو جدا، والمعلومات والتطور بقى رهيب جدا. ايوه. وحضرتك قلت من لا يتعلم من ايه، لا استنى، من لا يتقدم يتقدم، ومن لا يتطور يتدهور، ومن لا يتجدد يتبدد. في 5 6 معمولين. انا بحب السجع ده. يتعلم يتألم، ولا يتعلم. والله حلو قوي. نكتبها باسمك. لما كنت بقول في الكورس اللي خدناه حضرتك، كنت بقول لك ان بقينا اكننا طالعين في سلم كهرباء نازل. ايوه، فاكر حضرتك التشبيه ده؟ احنا بقينا طالعين بنجري علشان نوصل، واصلا السلم نازل بيهبدنا لتحت، وبينزل في ساعات بسرعه اعلى ما احنا بنطلع بيه. نعمل ايه بقى علشان نطلع ونتطور ونكسب ونبقى ونلحق طبعا، لان السباق في الوقت دلوقتي. الماركتير الشاطر اللي فعلا عايز ينجح يعمل ايه في ظل هذه الظروف الصعبه؟ هو لازم يكيب موفينج. هي الحياه كده. واحد يقول لي ايه مثلا، انا الفكره بتاعتي خايف انزل بيها لا يقلدوها. ده انت لو ما تقلدتش يبقى انت فاشل. انزل بيها وهيقلدوها، ولازم كيب موفينج. شوف انت اللي بعديها هتعمل ايه. هم هيقلدوها 100%، ولو ما تقلدتش هي فاشله. كان جينسن هوانج اللي هو المدير التنفيذي بتاع انفيديا، كان رايح يعمل زي توك كده في جامعه في تايوان لو انا متذكر يعني. فكان بيقول لهم يعني هو بدأ او في حته في الحديث بتاعه، فبيقول لهم run if you don't run for food you will run for becoming food. ايوه تتاكد ما فيهاش يعني. صح. وعلى فكره مثال السلم اللي ده المثال ده يعني انا سمعته قبل كده من واحد اسمه رون كوفمان. والله ده بتاع كاستمر سيرفيس. لانه الراجل كان عايز يعبر عن فكره جميله قوي احنا قلناها، ان انت لما تفي بوعدك وتبهر العملاء، ما انت بعد شويه بقت توقعاتهم عاليه. صح. فكأنك انت ايه، كأنك انت في سلم بينزل وانت عايز دايما تسبق توقعات العملاء، فانت مش ما فيش منافس كمان. ده انت لازم تقعد تنافس نفسك. ما هو عشان كده كيب موفينج. فاللي انت لان هو مصنف مستويات خدمه العملاء وقال لك اعلى مستوى اللي هو السربرايزنج،
لو انت عملته سربرايزنج النهارده مع العميل، المره الجايه لو عملت له اللي اقل اللي هو كويس برضه هيبقى وحش طبعا. لو عملت له سربرايزنج ما بقاش سربرايزنج. عايز المره اللي بعديها امبليفبل، اللي هو السربرايزنج ده الخامس وامبليفبل السادس في التصنيف. وبعدين عملته مره خلاص، ما هو يجي يقول لك ايه الناس بقى اللي مش فاهمه، يقول لك ده احنا بنعامل الناس احلى معامله وبيزعلوا مننا على اتفه سبب. ما هو صح، لان انت بتقيم بالاكسبكتيشنز بتاعتك اللي هي بالبلدي بنسميها عشم. الناس بقى عشمهم فيك اعلى. لو واحد بيعامل الناس بقله ادب، يقول لك بس ده انت تحمد ربنا ان انت عرفت تنجو منه، يعني ليه مفيش اكسبكتيشنز خالص. فالعشم مش وحش، بس هيخليك تعمل ايه؟ كيب موفينج. لازم تقعد شغال وتقعد تطور احسن من نفسك واحسن من المنافسين. وعلى فكره ما هي عشان كده المنافسه جميله وفي مصلحه السوق، وعشان كده الاحتكار حرام. لانه وانس انك بقيت لوحدك خلص انسى، حكمت على المجال كله، يبقى السوق اتدمر. ما هو لو في مونوبولي ما فيش انا عندي دافع، ما انا ما فيش حد عنده، هيجوا لي غصب عنهم، اديهم على دماغهم بقى براحتي، ابوظ وانصب واعمل كل حاجه. عشان كده ما فيش حرام في السعر، في حرام في الاحتكار. يعني معنى ايه؟ ان طول ما في ناس حواليك وشغالين براحتك بقى سعر، لان اللي مش عاجبه سعر في بدايل بالظبط. فحضرتك بتقول ان الماركتير اللي عايز يتطور لازم يسابق الزمن، يتفوق على نفسه، يتفوق على منافسيه، ويتوقع المنافسين ممكن يعملوا ايه، ويتوقع ايه اللي ممكن يضايق العملاء هم مش متضايقين دلوقتي. ده عايزه كونتينيوس ستادي. ده كونسبت جميل قوي، اللي هو الاول واحد عمله كان اسمه ايه بتاع امازون، جيف بيزوس. جيف بيزوس. قال لك ايه الدنيا بتتكلم عن كاستمر ساتسفاكشن، احنا عندنا كاستمر اوبسيشن، موسوسين. يعني قال لك مش ان احنا عايزين العميل لما يحصل له حاجه يبقى راضي ونرضيه ويحصل مشكله، لا ده احنا موسوسين ايه اللي ممكن يضايقه فما بنعملوش. يعني بيسبقوا ويحطوا سيناريوهات خرافيه لمشاكل ممكن تحصل ويشوفوا ازاي يتجنبوا انها تحصل. كاستمر اوبسيشن، ما هو ده نوع من المجهود بيبذلوه. علشان كده خلاص يعني صعب حد ينافسهم اونلاين في اي حته بقى في العالم. مليون %. يعني بالمعامله بس اللي عندهم شبه اللي عند غيرهم معظم الوقت طبعا. بس المعامله تبقى مطمن انت على فلوسك. بالظبط. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور ايهاب. ربنا يبارك فيك. انا اللي بشكرك والله. في صراع بس صراع صحي. الدنيا مليانه صراعات. ربنا يجعلها كلها صراعات صحيه. امين يا رب. غنيه حلقه فيها كده معلومات كتير، اتمنى ان شاء الله الناس تنتفع بيها. ان شاء الله تتكرر تاني. اشكر حضرتك وان شاء الله نكررها مره تانية ان شاء الله. اتشرفت جدا واشكرك واتمنى لكم دايما التوفيق يا رب. يعني نشر المعرفه دي رساله من امتع الحاجات. صحيح. للمرسل والمستقبل. صحيح. ربنا يوفقكم يا رب. امين وياكم. امين. شكرا يا دكتور. عفوا.